السلام عليكم، ايه الاخبار يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب دايما تكون بخير. معاك مستر احمد الشريف، مدرس ماده العلوم. طبعا يا صديقي اعتقد ان انت شفتني قبل كده سواء في شرح الدرس الاول او الثاني او الثالث، او حتى يا صديقي في المراجعه على الوحده الاولى. المراجعه يا صديقي اللي كانت عظمه. لو انت طالب اول مره بقى تشوفنا وما شفتش المراجعه العظمه اللي احنا عملناها على الوحده الاولى والافكار والمسائل اللي احنا نزلناها عليها، طبعا هي كانت محاضره كبيره شويه او شويتين 3 4، ولكن يا صديقي برضو لازم تبقى عارف ان احنا بنعمل كل ده علشان مصلحتك يا صديقي. يعني انا منزلها لك كبيره، فانت تقدر تقسمها على مره او 2 او 3 زي ما تحب يا صديقي. طيب باذن الله تعالى هنبدا النهارده بدايه قويه، بدايه جديده يا صديقي لوحده جديده يا صديقي. طيب زي ما انت شايف قدامك كده احنا بنتكلم على حاجه فيها واحد لابس نظاره تقريبا، اللي هو انا تقريبا يعني، وفي ليزر وفي عدسات وفي مش عارف ايه وفي حاجات كده يا صديقي، ليزر شايف في حاجات كده وعدسات ومرايا وشويه حاجات كده. فهل يا ترى يا هل ترى يعني هو احنا هندرس ايه؟ ايوه يا صديقي، هندرس المرايا والعدسات، ده الدرس الثاني ان شاء الله يا صديقي. فسمي الله كده يا صديقي، صلى على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت ان شئت يا رب جعلت الصعب سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم امين. يلا بينا نبدا كده يا صديقي مع بعض. يلا بينا يا صديقي نركز ونشوف هنعمل ايه في الدرس ده. الدرس ده درس دسم شويه، ممكن يكون كبير شويه، ممكن يكون ساعه ونص ولا حاجه، ما عنديش مشكله. ولكن انت عارف احنا بنمسك الدرس نظبطه ونبسطه بعيدا عن الحاجات اللي ملهاش لازمه طبعا يا صديقي، لان الدرس ده في حاجات كتيره ملهاش لازمه. ان شاء الله هنظبطها لك ونخلصك منها ان شاء الله يا صديقي. اللي هيتقال في الفيديو هو ده المهم، هو ده اللي انت محتاجه. في حاجات بيحط لك صفحات وتجارب وكلام من ده، انا هختصره لك في كام كلمه يا صديقي، هختصره لك في كام كلمه علشان تظبط الدنيا. ولكن يا صديقي طبعا انا زعلان منك، وانا طبعا تقريبا كده هقفل الفيديو لان انت ما عملتش لايك، ولا كمان يا صديقي غير اللايك بتاع الفيديو. يعني انت لا كتبت كومنت ولا عملت شير لزمايلك ولا اي حاجه. يا عم انا اقفل احسن. يا سلام عليكم، يلا سلام باي. خد تعالى، رايح فين؟ انت مصدق ان انا اقول لك؟ مصدق مستر احمد الشريف ده يقول لك ايه؟ اقفل الفيديو، تيجي راح قافل الفيديو على طول؟ هو اي حد يقول لك اي حاجه تصدقها؟ طيب تعالى يا صديقي، ما تقعدش خلاص، تعالى انا بحبك، تعالى يا صديقي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى كده يا صديقي نبدا. ايه ده؟ صفحه بيضاء يا صديقي، ما فيش شرح. كده شكلنا خلصنا ولا ايه؟ بسم الله. اولا كده يا صديقي احنا هنتكلم عن حاجه اسمها المرايا. حلو. المرايا دي يا صديقي يجيب لك كده اول حاجه خالص، تلاقي جايب لك ايه؟ مثلا ميه ماشي كده، فانت بتشوف صورتك في الميه صح؟ تلاقي نفسك كده، تلاقي البيوت كده يا صديقي، البيوت ظاهره في الميه، فتكون صوره للميه اللي موجوده دي يا صديقي. او البيوت اللي موجوده تكون صورتها على الميه صح؟ تلاقي مثلا كلب او الحصان لما يجي يبص على وشه كده يا صديقي وهو بيشرب كده ولا حاجه، تلاقيه شايف شكله كده، زي مثلا تلاقي الحصان شايف وشه في طرزان او حاجات زي كده يا صديقي. او كان في الكرتون كده بتاع حصان كده، اللي هي كانت شعرها طويل ديت، اللي هي مش عارف والله ما عارف يا صديقي، ما علينا. طيب ما كنتش غاوي كرتون قوي يعني زمان. الحاجه الثانيه اللي هو مثلا لو انت جايب مرايه دلوقتي، فانت شايف شكلك يا صديقي صح؟ يعني انت جاي هات مرايه كده، روح اقف قدام المرايه هتلاقي شكلك صح؟ سواء شكلك حلو يا صديقي فهتلاقيه اكيد شكل حلو جدا. طيب لو انت شكلك حلو برضه اكيد هيبقى شكلك حلو جدا برضه صح؟ ايوه بالظبط هو كده يا صديقي. وخلي بالك يا صديقي في سؤال مهم جدا، وسؤال بيطرح نفسه: ليه صورتنا في مراية الحمام يا صديقي بتبقى كأنك سليم الأنصاري، أحمد عز في الخلية، إنما تطلع بره تشوف صورتك في أي مراية تانية يا صديقي أو في كاميرا التليفون تلاقي، بلاش نقول بقى أسامي يعني، فاهم الفكرة؟ فأنت تلاقي نفسك كده، فاللي هو إزاي بقى يا صديقي؟ قول لي بقى كده، تلاقي السحنة اللي أنت بتشوفها على طول. عايزين نعرف التفسير العلمي للموضوع ده، فلو حد يعرف يكتب لنا في الكومنتات بقى يا صديقي. طيب تعالى كده بقى يا صديقي، يبقى انا كده بشوف نفسي في الايه؟ في المرايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل بقى. هو انت شفت ايه؟ انت شفت انعكاسك، انعكاس وشك، انعكاس البيوت، انعكاس اي حاجه. فاسال سؤال: ما هو انعكاس الضوء يا صديقي؟ بص يا صديقي، دلوقتي لو انا قلت لك كده 1 2 3 وجيت رايح عامل كده وتلاقي النور انطفى، النور ده انطفى والشاشه انطفت، ايه اللي هيحصل يا صديقي؟ سمرة. الشاشه دي سودة. طب ازاي يا عم؟ ما هي الكاميرا شغاله، ما هي الشاشه هتبقى سودة. ازاي هتبقى سودة؟ على فكره انت ممكن ما تكونش شايفني دلوقتي اصلا، تلاقي الشاشه سودة. ليه بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ بس عايزين نفهم الكلام ده. ما هو يا صديقي يلا دلوقتي هنفترض ان هو نور، هتلاقي دلوقتي يا صديقي كده الاضاءه نازله عليك يا صديقي، الشعاع الضوئي ده اهو
بتاع الضوء ده والضوء ده والضوء ده جاي عليا كده جاي عليا كده يا صديقي، فالاشعه انعكست او نزلت كده، سقطت عليا وانعكست على الكاميرا، انعكست عليا على الكاميرا نفس الفكره. فهو حاجه اسمها انعكاس الضوء، خلي بالك، يعني الضوء بيسقط عليا ثم ينعكس الضوء. ايوه بالظبط كده يا صديقي. فما هو انعكاس الضوء يا صديقي؟ انعكاس الضوء يا صديقي هو عباره عن ارتداد، خلي بالك بقى كده، هو عباره عن ايه؟ ارتداد الاشعه الضوئيه. خلي بالك طبعا ده بقى هيزعلنا، تمام؟ هتلاقيه بيكتب كده بقى ارتداد ماشي الاشعه الضوئيه، ارتداد الاشعه الضوئيه، خلي بالك اللي سقطت، الايه اللي سقطت، حلو قوي كده، يبقى الاشعه الضوئيه الساقطه، ماشي كده، حلو، الى نفس وسط السقوط. بس احنا بقى مش هنقول للساقطه هنا بقى، ارتداد الاشعه الضوئيه الى نفس وسط السقوط، يعني هي سقطت على نقطه يبقى هي الى ايه؟ الى نفس وسط السقوط. حلو قوي كده. خلي بالك بقى كده، اشمعنى هترتد؟ اشمعنى هترتد؟ ليه ارتدت؟ لان هي قابلت سطح عاكس. يعني دلوقتي لو انت جبت ليزر والليزر ده جيت رايح عامله على المرايه هينعكس، عملته مثلا على مش عارف مثلا الشاشه هينعكس، لان ده وسط بيعمل انعكاس على الكاميرا ينعكس مثلا، ممكن. طيب على الحيطه هينعكس؟ لا، لان هي مش سطح عاكس. يبقى اهم شرط عندي عندما، خلي بالك بقى كده، اهم شرط عندما تقابل سطح ايه؟ سطح عاكس. يبقى عندما تقابل سطح ايه؟ عاكس يا صديقي. حلو كده زي الفل. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم، ما هو انعكاس الضوء؟ هو ارتداد الاشعه الضوئيه اللي بتسقط، الاشعه الضوئيه سقطت عندما تقابل سطح عاكس. خلي بالك بقى كده، طبعا عندنا حاجه اسمها الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس وزاويه سقوط وزاويه انعكاس، ولكن طبعا احنا مجمعهم لك كلهم هنا. شايف انت الشكل اللي قدامك ده يا صديقي؟ اهو الشكل ده هو اختصار للورقتين اللي فاتوا دول، ان انا عندي حاجه اسمها شعاع ضوئي ساقط، انا عندي شعاع ضوئي ساقط بالشكل ده كده، حلو. فلما يسقط بالشكل ده لازم اعمل لك ان هو ساقط كده. ففي بقى يرتد، ينعكس بقى كده، ينعكس، يبقى في شعاع ضوئي مرتد او منعكس. ثواني بس، ثواني، هو انت قلت لي هنا ايه؟ قلت لي هنا ان انا عندي حاجه اسمها انعكاس الضوء، وقلت لي ارتداد الاشعه الضوئيه الساقطه الى نفس وسط السقوط عندما تقابل سطح عاكس. انا مش فاهم حاجه، هو ايه اللي بيحصل ده؟ تعالى اما اقول لك يا صديقي. ما هو الفكره كلها ان انت عندك ادي وسط السقوط اهو، فانت دلوقتي جيت رايح منزل الشعاع كده، نزلته كده بزاويه ايه؟ بزاويه 90 كده، يعني نزلته عمودي كده، حلو. فتلاقي الشعاع بقى لما نزل كده ارتد عليك، يبقى ارتد الى نفس وسط السقوط ولا لا؟ ايوه. يبقى ده كده اللي هو الساقط، لا مش الساقط، لا مش الساقط، يلا ولا خد مش الساقط، انت ما سقطتش، لا هو الساقط اللي هو الذي يسقط. والله نفس المعنى فعلا، والله نفس المعنى. طيب هنا بقى الايه؟ المنعكس، الايه؟ المنعكس. يبقى هي دي الفكره كلها. يبقى انت عندك واحد سقط وواحد انعكس، واحد سقط واحد انعكس، واحد سقط واحد الايه؟ واحد انعكس. هي دي الفكره كلها. فخلي بالك ان في واحد سقط وواحد انعكس، حلو. فانا عندي بقى حاجه اسمها الشعاع الضوئي الساقط. طب ما انا هقول لك حاجه، بس ما انا مش فاهم، هو احنا شفنا هناك رسمه ثانيه؟ فعلا صح. ايه بقى الرسمه؟ معلش احنا هنرسم الرسمه في المنطقه دي، اشمعنى بقى؟ عشان شغلنا كله هيبقى هنا. بص يا صديقي، اولا كده انت عندك ادي حاجه اسمها سطح عاكس، عندك حاجه اسمها ايه؟ السطح العاكس. ادي السطح العاكس اهو، السطح العاكس ده كده يعني سطح اهو بالشكل ده كده، كانه سطح بينور في الضلمه كده يا صديقي. ادي السطح العاكس اهو، يبقى ده كده اسمه ايه؟ سطح عاكس. حلو قوي كده، سطح، خلي بالك، سطح ايه؟ سطح عاكس، سطح عاكس. حلو قوي كده. يعني ينفع يكون حيطه؟ ما ينفعش، لان الحيطه مش سطح عاكس. يبقى لو هو قال لك دلوقتي مثلا انا جيت رايح منزل ليزر على المرايه، حلو، ده سطح عاكس. نزلتها على خشب، لا ده سطح غير عاكس. طيب نزلتها على الباب، سطح غير عاكس. نزلتها على مش عارف ايه، ده حاجه بتمتص، حيطه. في نوعين على فكره، الحائط نوعين. ممكن تلاقي حائط بيعكس، مش هقول لك بقى بيعكس بالمعنى حرف جامد، بس في حيطان بتعكس وفي حيطان لا، في حاجه بتمتص. يبقى دلوقتي في نوع حيطان كده اسمه ستوك تقريبا، ممكن يكون عشان فيه بلاستيك وحاجات من دي، وكانه يعني كانه شبه المرايه كده، بس مش هنقول ان هو عاكس يعني، بس ممكن مثلا يعني جزء بسيط او انعكاس بسيط جدا. طيب فانا بالنسبه لي عندي حاجه اسمها الايه؟ سطح عاكس. فانا بنزل حاجه اسمها شعاع ضوئي ساقط، شعاع ضوئي ساقط. مش انا قلت لك هنا في حاجه اسمها الشعاع الضوئي الساقط؟ بينزل ازاي بقى؟ خلي بالك، بص انت ممكن تنزله لي كده، حلو، انا مش عايز انزله كده، امال انت عايز تنزله ازاي؟ ما هو انا عايز اوريك ان في شعاع ضوئي ساقط وواحد منعكس. هتقول لي بقى اوريه لك ازاي؟ لما تيجي بالليزر وتيجي رايح جاي مثلا بزاويه كده، خلي بالك، شايف انت لو انا واقف هنا كده
فانا هاجي رايح ايه، هاجي رايح يعني انا واقف هنا كده مثلا بالشكل ده، فانا هنا جنبها جنب ده اسمه سطح العكس، انا واقف جنبه لازق فيه، فانا مفيش حاجه. طب خلي بالك بقى كده، لو انا جيت وقفت مكان الكاميرا كده، يعني انا هفترض ان انا وقفت مكان الكاميرا كده، وقفت مكان الكاميرا، فانا هاجي من هنا كده اهو بالشكل ده كده، فانا يعني شايف انا عايز بس تبقى الزاويه كأن الزاويه كده، فانا هنزل الليزر كده، فالليزر زي ما هيروح خلي بالك زي ما هيرجع لك. حلو، انا مش عايز ده، امال انا عايز ايه؟ ما هو ده كده هيرتد على نفسه، انا عايز بقى اجيب زاويه، الزاويه دي تيجي من عندك كده، بص كل ما اجي كده كل ما اجي كده كل ما اجي كده بتغير القلم هو الزاويه هو الشعاع، فانا بالنسبه لي اهو كده ممكن يبقى من هنا كده، ممكن يبقى من هنا كده، فده نفس اللي انا هعمله هنا. ايه بقى اللي انا هعمله؟ انا هنزل لك شعاع ضوئي بالشكل ده كده، فسميته الشعاع الضوئي الساقط، هنزل شعاع اسمه شعاع ايه؟ ضوئي ساقط، يبقى هو نازل بالشكل ده كده، يبقى ده شعاع ساقط، شعاع ايه؟ ساقط. حلو قوي كده، خلي بالك بقى كده، فلما ينزل الشعاع الساقط دوت هيجي رايح مرتد بالشكل ده كده، فيبقى شعاع منعكس، يبقى ده كده شعاع ايه؟ شعاع ضوئي منعكس، شعاع ضوئي ايه؟ منعكس. يبقى احنا دلوقتي عندنا حاجتين، عندنا حاجه اسمها شعاع ضوئي ساقط وشعاع ضوئي منعكس، وعندنا الحاجه الثالثه اللي هو السطح العاكس. حلو، فانا لما اجي اقول لك دلوقتي خلي بالك بقى كده، لما اجي اقول لك دلوقتي يا صديقي انت عندك حاجه اسمها ايه؟ الشعاع الايه؟ الشعاع الساقط. لما اجي اسالك سؤال، ما هو الشعاع الساقط؟ هو الشعاع الذي يسقط، هو الشعاع الذي يسقط على السطح العاكس، صح كده؟ ايوه، ويلامسه عند نقطه السقوط، صح كده؟ ايوه، يبقى لمسه عند النقطه، نقطه السقوط اهي، يبقى شعاع يسقط، شعاع ضوئي يسقط على السطح العاكس ويلامسه عند نقطة السقوط. حلو، شعاع بقى المنعكس هو شعاع ضوئي مرتد عن السطح العاكس بيلمس السطح العاكس في نقطة السقوط، ما دي النقطة اللي سقط عليها، ما انا لما اجيب لك الليزر فسقط نزل نقطة عن هنا كده، فدي النقطة اللي سقط عليها. حلو، فيبقى الشعاع الضوئي الساقط هو الشعاع الضوئي، هو خلي بالك بقى كده، هو الشعاع الضوئي ماله بقى؟ الذي يسقط. خلي بالك، هو انا ليه بكتب كل الكلام؟ هقول لك حاجه يا صديقي، بص انا لما بقول لك الكلام بطريقتين ساعتها ممكن اقوله لك كده على السريع ماشي، وساعات اكتب لك الكلام. طب ليه بكتب لك الكلام؟ علشان ان انا يعني ايه، اثبت لك المعلومه اكتر. طب احنا مش خسرانين حاجه، اصل المحاضره بتاعتنا احنا براحتنا، زي ما قلت لك يا باشا، وقت المحاضره ده لو وصل ساعتين و3 ساعات انا ما عنديش مشكله، انت بتبقى زعلان ان المحاضره طويله. تخيل بقى اللي بيصور يبقى عامل ازاي، انت فاهم الفكره؟ في الجو الحر ده بالليل الساعه 2:30 بالليل ولا الساعه 3 اهي بالظبط يا صديقي، فتخيل بقى انا ببقى بصور وعايز انام وعندي شغل، فاهمني؟ فانا بتحمل المعاناه دي عشان ايه؟ علشان اطلع لك افضل جوده. انا دايما بدور على الجوده، ازاي اوصل ان الطالب يبقى طالع من الحصه دي يعني فرم المعلومه 500 مره، فانا عمال اعيد وازيد واعيد وازيد واعيد وازيد واجيبها لك بالشكل ده والشكل ده علشان اظبط لك الدنيا، فما تزعلش من طول المحاضره خالص معايا. حلو، هو الشعاع الضوئي الذي يسقط على السطح العاكس، بيسقط على السطح العاكس. حلو، ولما يسقط على السطح العاكس خلي بالك بقى كده، هيلامسه، ماشي كده، ما هو سقط عليه، ويلامسه عند نقطة السقوط، ويلامسه عند ايه؟ عند نقطة السقوط، نقطة الايه؟ السقوط. شكرا كده يا صديقي، برافو، حلو قوي كده. طيب الشعاع الضوئي المنعكس بقى، قول انت بقى، هو الشعاع الضوئي الذي يرتد عن السطح العاكس، يبقى هو الشعاع الضوئي، هو الشعاع ده مزعلني جدا، هو الشعاع الذي، خلي بالك بقى كده، الذي الذي يرتد، خلي بالك بقى كده، يرتد عن السطح العاكس، يرتد عن الايه؟ يرتد عن السطح العاكس، خلي بالك بقى كده، بلس ويلامسه عند نقطة السقوط، يبقى هو بيرتد بس ويلامسه، خلي بالك، ويلامسه عند نقطة نقطة السقوط، خلي بالك بقى كده، يبقى هو لمسه عند نقطة السقوط. حلو قوي كده، حلو. خلي بالك بقى كده، بص فينا هو حاجه كده، في هنا حاجه كده اسمها العمود المقام، في حاجه اسمها الايه؟ العمود المقام. هنا العمود المقام اهو، بص في عمود مقام كده، عمود اعتبره خط وهمي، اعتبره عمود، اعتبره اي حاجه اهو. العمود المقام ده علشان يثبت لك ان في زاويه 90، في زاويه ايه؟ 125، لازم يظبط على رقم معين، ما بقتنعش بيه لما يكون ظابط على رقم معين. حلو قوي كده، انا بالنسبه لي كده زي الفل، حاسس ان الخط حصل له حاجه.
يعني حاسس ان الخط باظ تقريبا كده، ما علينا ما علينا. فيبقى دلوقتي انت عندك هنا عمود مقام اهو، ده اسمه ايه؟ العمود المقام. ده اسمه ايه؟ عمود مقام. حلو. فالعمود المقام ده بقى ماله؟ ايه اللي بيحصل؟ انت عندك دلوقتي شعاع، عندك شعاع ايه؟ عندك شعاع منعكس اهو، عندك شعاع منعكس وعندك ايه؟ شعاع مرتد اهو بالشكل ده كده. حلو قوي كده، حلو قوي. ايه اللي بيحصل بقى؟ الشعاع المنعكس ده هو، خلي بالك، والشعاع لو انت جيت بصيت بذكاء كده هتلاقي هنا عندك زاويه 90 درجه. يعني انت لو جيت بصيت هنا كده هتلاقي زاويه 90 درجه اهو، صح؟ ايوه فعلا في زاويه 90 درجه، وهنا برضو زاويه 90 درجه اهو. بص 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 ده، ايوه زاويه 90 درجه. ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ان انا عندي كده زاويه هنا وعندي زاويه هنا. طب حلو خالص. ايه اللي بعد كده بقى؟ تعال فكر. شايف انت الجزء ده؟ ايوه، اللي ما بين الشعاع الضوء الساقط والعمود المقام والشعاع الضوء المنعكس والعمود المقام، اهي دي زاويه السقوط. ده هي بقى كده زاويه السقوط، ودي برضو زاويه الانعكاس. يبقى دي الفكره كلها. يبقى ركز بقى معايا يا صديقي، انا هرسمها تاني دلوقتي. انا عندي دلوقتي زاويه السقوط وعندي زاويه الانعكاس. فلما اجي اقول لك ما هي زاويه سقوط الشعاع الضوئي؟ هي الزاويه المحصوره ما بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام من نقطه السقوط على السطح العاكس. يبقى هي الزاويه المحصوره ما بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام من نقطه السقوط على السطح العاكس. العمود المقام ده اهو اللي واقع على السطح العاكس ده اهو، دي اسمها زاويه السقوط. الانعكاس نفس الكلام، هي الزاويه المحصوره ما بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام. سيبك بقى من كل العك اللي احنا عكيناه ده، امسح بقى القرف ده كله وتعالى بقى نرسم رسمه جديده من الاول يا صديقي، ونفهم كل تفاصيلها مره ثانيه. طيب حلو قوي، بالراحه كده اهوت يا صديقي، اهوت بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نرسم بقى رسمه حلوه جدا بيرفكتو. اول حاجه عندي حاجه اسمها الايه؟ عندي حاجه اسمها العمود المقام. تاني حاجه يلا ارسم لي بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم شعاع ضوئي ساقط وشعاع ضوئي منعكس، شعاع ضوئي ساقط وشعاع ضوئي منعكس. يبقى ادي الساقط ساقط بالشكل ده، حلو كده، حلو. وادي المنعكس انعكس بالشكل ده، حلو. بعد كده ارسم لي العمود المقام. ادي العمود المقام بالشكل ده كده، العمود الايه؟ المقام بالشكل ده كده، حلو قوي. طيب يبقى عندي حاجه اسمها الايه؟ العمود المقام. وده كده شعاع ضوئي ايه؟ وده كده شعاع ضوئي ساقط، وده كده شعاع ضوئي ايه؟ منعكس. يبقى انا قلت لك انا بعيد لك الحاجه نفس كم مره، حلو. بعد كده عندك حاجه هنا اسمها زاويه السقوط. يبقى ده كده زاويه السقوط، يبقى هي ما بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام، زاويه ايه؟ زاويه سقوط، حلو. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها زاويه انعكاس. زاويه، خلي بالك بقى كده، انعكاس، حلو قوي كده. طيب خلي بالك يا صديقي، زاويه السقوط ده اهي بتساوي زاويه الانعكاس ده اهي، يعني دي كده قد دي كده، دي قد دي. طب حلو، يعني برضو المنطقه دي هتبقى قد المنطقه دي، لان دي كلها 90 درجه ودي كلها 90 درجه. يبقى اذا يعني الاكس دي زي الاكس دي والخط ده زي الخط ده، حلو زي الفل بيرفكتو، مفيش اي مشكله. لما يجي يسالك ويقول لك ما هي زاويه سقوط الشعاع الضوئي؟ هتقول له هي الزاويه المحصوره ما بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام من نقطه السقوط على السطح العاكس. يبقى دلوقتي خلي بالك بقى كده، هي الزاويه المحصوره بين الشعاع الضوئي الساقط، بين الشعاع، انا هقول بس السقوط ماشي كده، او زاويه السقوط يعني بين الشعاع الضوئي الساقط، خلي بالك بقى كده، الساقط والعمود المقام، والعمود المقام. شكرا كده. طيب نفس الكلام، هي الزاويه المحصوره ما بين الشعاع الضوئي المنعكس، لان هي زاويه انعكاس، يبقى المنعكس بدل كلمه الايه؟ بدل كلمه الساقط، يبقى الزاويه المحصوره بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام يا صديقي من نقطه السقوط. حلو قوي كده زي الفل. تعالى بعد كده بقى بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الشكل ده كله يا صديقي، كله بص اهو، هو خط مستقيم، الشعاع الضوئي الساقط خط مستقيم يمثل الاشعه الضوئيه الساقطه على ويلمسه عند نقطه السقوط. يبقى دلوقتي هنا ما هو الشعاع الضوئي الساقط؟ هو الشعاع هو طبعا الشعاع الضوئي الذي يسقط على السطح العاكس ويلمسه عند نقطه السقوط. طب انا قلت الشعاع الضوئي، او انا قلت خلي بالك هو شعاع ضوئي طيب حلو، هو خط مستقيم؟ خط مستقيم عادي جدا، يبقى ممكن اقول عليه شعاع ضوئي او اقول عليه خط مستقيم، ما عنديش مشكله خالص. حلو، يبقى هو خط مستقيم يمثل الاشعه الضوئيه الساقطه، يبقى هو اشعه ضوئيه سقطت عليا، يبقى الشعاع الضوئي الذي يسقط على مين؟ على سطح العاكس، او هو خط مستقيم يمثل الاشعه الضوئيه الساقطه. اكيد ده بقى المرتده او المنعكسه، يبقى يمثل الاشعه الضوئيه المنعكسه او المرتده عن السطح العاكس. حلو. بعد كده
عندنا عمود مقام اهوت، بعد كده عندنا زاويه السقوط هي الزاويه المحصوره بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام، العمود المقام من نقطه السقوط على السطح العاكس، لان ده السطح العاكس كده. خلي بالك بقى كده لما نيجي نرسم سطح عاكس دايما تلاقينا بنرسم ونحط لك شرط تحت كده، نحط لك شرط تحت كده بالشكل ده كده، صح؟ ايوه. ليه بقى الشرط دي؟ الشرط دي عشان يعرفك ان ده الجزء العاكس واللي تحت ده الخلفيه بتاعته. عارف المرايه اللي في البيت عندكم؟ هات كده اي مرايه، بص في ظهر المرايه مش هتلاقيها بيضه، هتلاقي فيه لونها مثلا ايه رمادي، هتلاقي لونها برتقاني. ليه؟ ده كده كانه الجزء اللي هي الارضيه بتاعتها، علشان لو انت جبت مثلا جنيه او حاجه معدن وعملت لها احتكاك كده هتلاقي المرايه بقت شفافه. يبقى اوعى تعمل الكلام ده عشان ما تبصش المرايه مامتك تشلوحك. يبقى دلوقتي هتلاقي ايه؟ هتلاقي الجزء ده كده شفاف. حلو قوي كده. اللي بعده يا صديقي، بسم الله الرحمن الرحيم، بيقول لك ايه؟ ما معنى ان زاويه سقوط شعاع ضوئي بتساوي 30؟ زاويه سقوط شعاع ضوئي بتساوي 30، معنى ذلك ان الزاويه المحصوره بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام من نقطه السقوط على السطح العاكس تساوي 30. عشان ما حدش يقول لي يا مستر يا مستر ما بعرفش احل ما معنى ان، يا مستر حلها لي، انا كده ظبطتها لك. معناها ايه؟ ما اعرفش، ما انا حليتها لك مره اهو خلاص بقى. يعني انا مش هحل دي بتاعتك انت، حلها واكتبها لي في الكومنتات، اوعى تنسى، اوعى تنسى يا صديقي تحلها في الكومنتات. يلا دي بتاعتك. زاويه السقوط معنى ذلك ان، ما هو زاويه السقوط؟ هو معنى ذلك ان الشعاع الضوئي الساقط والزاويه المفروض يعني هي الزاويه المحصوره بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام من نقطه السقوط على السطح العاكس، الزاويه دي بقى قيمتها تساوي 30. هتكتب كده تساوي 30. شكرا. اللي بعده بيقول لك ايه؟ قانون الانعكاس. خلي بالك بقى كده، لو انت واخد بالك اسمهم قانون. ليه هم قانون؟ لان هم اتنين قانون. اتنين قانون على راي اسمه ده حجزته اتنين حجزته تذكرتين قانون الانعكاس. عندنا حاجه اسمها القانون الاول وعندنا حاجه اسمها القانون الثاني. القانون الاول بيقول لك ايه؟ ان زاويه السقوط، خلي بالك بقى كده، زاويه السقوط مالها بقى؟ زاويه السقوط دي بقى بتساوي زاويه الانعكاس. يبقى زاويه السقوط بتساوي ايه؟ زاويه الانعكاس. زاويه الايه؟ الانعكاس. حلو قوي كده. يبقى زاويه السقوط مالها؟ بتساوي زاويه الانعكاس. ده كده اللي هو اول حاجه. يبقى زاويه السقوط اهو بيسقط اهو الشعاع الضوئي الساقط اهو، يعني دي زاويه اهي بتساوي زاويه الانعكاس. ايه ده؟ طب ما انت لسه قايلها لي من شويه يا مستر. بالظبط كده. ما هو انا بقول لك حاجات كده برميها لك لقدام يا صديقي. حلو. القانون الثاني بقى خلي بالك بقى كده، بيقول لك ايه؟ الشعاع الضوئي الساقط ده اهو، والشعاع الضوئي المنعكس ده اهو، والعمود المقام من نقطه السقوط ده هم، كلهم بيكونوا في نقطه واحده اللي هي دي اهي، النقطه ده اهي. يعني دلوقتي بص كده اهو، انت عندك شعاع ضوئي ايه؟ عندك شعاع ضوئي سقط نزل عند النقطه ده اهي، حلو، وعندك شعاع ضوئي انعكس اهو طالع من النقطه دي كده، حلو، وعندك عمود مقام اهو من نقطه السقوط اصلا. يبقى كلهم يقعوا جميعا في نقطه واحده في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس ده اهو، كلهم عمودي اهو، عمودي على السطح العاكس. حلو كده؟ حلو كده. يبقى انا ما هو القانون الثاني؟ هو عباره عن ايه؟ ان الشعاع خلي بالك بقى كده، الشعاع الضوئي مين بقى؟ الساقط، والشعاع الضوئي المنعكس. يبقى الشعاع الضوئي الساقط والمنعكس، والشعاع المنعكس والمنعكس، والعمود المقام من نقطة السقوط. العمود المقام من ايه؟ من نقطة السقوط. مالهم بقى؟ خلي بالك بقى كده، يقعوا جميعا في مستوى واحد، في نقطة واحدة. والعمود المقام من نقطة السقوط يقعوا جميعا في مستوى واحد في نقطة واحدة اهي، عمودي على السطح العاكس. يبقى جميعا في مستوى واحد، واحد، نقطة واحدة، بمعنى صح بيلتقوا في نقطة واحدة. وبيلتقوا في ايه؟ في نقطة واحدة. دول في مستوى واحد، المستوى اللي هو الحاجة نفسها في مستوى واحد. مالهم بقى؟ خلي بالكم بقى كده، او خليها في نقطة واحدة عادي جدا، في نقطة في مستوى مش فارقة، بس خليها في نقطة في نقطة واحدة. مالها بقى؟ خلي بالك بقى كده، عمودي على السطح العاكس، على الايه؟ على السطح العاكس يا صديقي، عمودي على السطح الايه؟ العاكس. حلو. خلي بالك بقى كده، هو هنا عمودي، ما هو هنا ده عمودي اهوت، وده برضه هيبقى عمودي لو انت بقى عملته انه بينزل من فوق كده،
ازاي؟ مش انا قلت لك لو انت جبت الليزر كده وتروح منزله على البتاع دي فيرتد على نفسه، يعني زاويه السقوط هي زاويه الانعكاس، يعني كلهم بيساووا صفر. طب ما انا لما انزله لك كده ادي السطح العاكس اهو، وادي العمود المقام اهو، وانزل لك الشعاع الضوئي الساقط كده والشعاع الضوئي المنعكس كده، يبقى كلهم زاويه 90 ولا لا؟ عمودي. حتى لو عمودي مش يعني حتى لو هو نازل كده بزاويه كده، هو يعتبر برضه هو نازل عليه، يبقى كلهم في نقطه واحده على البتاع ده، صح كده؟ هو مش في خط في مستوى افقي بالنسبه له، لا برضه هو راسي بس نزل بكيرف شويه بزاويه شويه. حلو. يقول لك ايه بقى؟ ما معنى ان زاويه سقوط شعاع ضوئي بتساوي زاويه سقوط شعاع ضوئي على سطح عاكس تساوي صفرا. معنى كده ايه؟ يعني زاويه السقوط بتساوي صفر، ده معناها كده ايه؟ خلي بالك بقى كده اهو، ده نفس اللي كنت لسه بقول لك عليه. طبعا هيجي هنا يسالك سؤال، خلي بالك يقول لك ايه الاجابه بتاعتها؟ علل الشعاع الضوئي الساقط عمودي على السطح العاكس يرتد على نفسه. يا باشا اهو، ادي سطح عاكس اهو، فبيقول لك الشعاع الضوئي الساقط لما بينزل عمودي بيرتد على نفسه. ايوه، لانه هيرتد بالشكل ده كده، لان زاويه السقوط بتساوي زاويه انعكاس. فين الزاويه؟ فين الكيرف اللي جاي؟ فين الانحناء؟ بتساوي صفر. زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس بتساوي صفر. فين الزاويه؟ مفيش زاويه هنا. امتى يبقى في زاويه؟ الزاويه عشان ما حدش يقول لي الزاويه 90. يا ابني يا حبيب قلبي 90 ازاي؟ فكر لحظه. مش انت المفروض لو الشعاع الضوئي مثلا هنا بتساوي زاويه 35، حلو، تعالى كده يا صديقي موريك. لو انا عملت لك ده سطح عاكس اهو، وانا جيت رايح جايب لك هنا الشعاع اهو، ده العمود المقام وده الشعاع اهو، هي فين الزاويه؟ الزاويه دي صح؟ يبقى الزاويه ما بين مين ومين؟ ما بين الشعاع الساقط ومين كمان؟ والعمود المقام. يبقى انت هات الزاويه ما بين العمود المقام والشعاع الساقط. هل في هنا عمود مقام اهو؟ فين بقى الزاويه اللي ما بين العمود المقام والشعاع الساقط؟ مفيش زاويه ما بينهم، لان هما على نفس الحاجه متطابقين على بعض، فالزاويه ما بين ده وده صفر يا صديقي. هنا هتكون ايه؟ هنا هتكون صفر. انما بيقول لك هنا بكام؟ ب 35. طب في الثاني تعالى بقى نشوف. شعاع الضوء الساقط ساقط عمودي، لان زاويه السقوط هكتب كده لان زاويه السقوط المفروض كده هكتب كده هتساوي صفر، بس انا مش هكتب كده بس. امال ايه؟ طب ما هو الانعكاس بتاعه بصفر صح؟ طب ما تزودها بقى يا اخي توقع يا اخي واكتبها له. يبقى زاويه السقوط هتساوي زاويه الانعكاس، هتساوي ايه؟ الانعكاس هتساوي تساوي صفر يا صديقي. شكرا كده. يبقى انت كده جاوبت صح. يبقى عمودي لان زاويه السقوط تساوي زاويه الانعكاس بتساوي صفر. ايه ده؟ يرتد على نفسه. يبقى اذا كده لما يجي لي السؤال ده يقول لي ما معنى ان زاويه سقوط شعاع ضوئي على سطح عاكس تساوي صفر؟ معنى ذلك ان الشعاع الضوئي الساقط يرتد على نفسه، لان كل من زاويتي السقوط والانعكاس تساوي صفر يا صديقي. حلو كده؟ يعني اقدر اقول له ان زاويه السقوط زاويه السقوط على سطح عاكس، زاويه سقوط شعاع ضوئي على سطح عاكس تساوي صفر. معنى ذلك ان مش انا قلت لك زاويه السقوط بتساوي الانعكاس، ان زاويه الانعكاس تساوي صفر، وان الشعاع الضوئي الساقط يرتد على نفسه لان كل من زاويتي السقوط والانعكاس بتساوي صفر. اقدر اكتب كل ده هنا؟ ايوه. شفت انا توقعت ايه؟ انا خدت معلومه زاويه السقوط بصفر، وانا عارف ان السقوط بيساوي الانعكاس، يبقى زاويه السقوط هتساوي زاويه الانعكاس هتساوي صفر. اذا يبقى كده هو الشعاع ساقط عمودي على السطح العاكس، اذا هيرتد على نفسه. عرفت الفكره؟ شفت الفكره بتاعت سؤال ما معنى ان؟ حلو، بيرفكتو زي الفل. بعد كده بيقول لك ايه؟ سقوط شعاع ضوئي على سطح عاكس بزاويه 35. هقول له ايه بقى؟ بص كده، هينعكس او هيرتد بزاويه 35. يبقى سقوط شعاع ضوئي بزاويه 35 يبقى ينعكس عن السطح العاكس، ينعكس بزاويه 35. حلو قوي كده. طيب بعد كده دي الزاويه اللي هي زاويه الانعكاس، ينعكس بزاويه انعكاس تساوي 35. اكتبها له كده بزاويه انعكاس عشان يبقى برضه فاهم ان دي كده ب 35. ويا ريت بقى لو ترسم رسمه، لو طلب رسمه يعني. سقوط شعاع ضوئي عمودي على سطح عاكس. يا عم الحاج ما احنا لسه قايلينها اهو. يبقى الشعاع الضوئي الساقط عمودي يرتد على نفسه، هي الفكره اهو. هتقول له ايه؟ بص كده، يرتد على نفسه. طب ليه يا عم الحاج هترتد على نفسك؟ لان هكتب لحبيب قلبي لازم تكتب، ما هو مش فاهم ليه. بص دايما
اكتب يا صديقي، ما تسيبش فرصه للمراقب، اكتب. مش انت عارف، مش انت شاطر، مش انت مذاكر، مش انت بتاخد مع مستر احمد الشريف اللي هو المدرس الشاطر او مع اي مدرس تاني شاطر يا صديقي، فكل ده صديقي بقى هيقول لك نفس المعلومه اللي انا بقولها لك، يرتد على نفسه، لان زاويه السقوط هتساوي زاويه الانعكاس، لان زاويه السقوط زاويه السقوط هتساوي زاويه الانعكاس، زاويه الانعكاس، اكتب 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 اكتب، هتساوي صفر. هتساوي ايه؟ صفر يا صديقي. شكرا كده، حلو زي العسل. اللي بعده يا صديقي بيقول لك ايه؟ مثال، احسب قيمه كل من زاويه سقوط وزاويه الانعكاس في كل مما ياتي، في كل من الاشكال الاتيه. انا عارف ان زاويه السقوط اهيت ب 50 يا صديقي، يبقى زاويه الانعكاس بكام؟ ب 50. طب تقدر تجيب لي الزاويه دي؟ ايوه، مش انت عارف ان ده كله كده 90، يبقى ديت بكام؟ ب 40. اذا دي برضو نفس الكلام اهيت ب 40، صح؟ حلو. مش انا قلت لك يا صديقي ان دايما ديت بتساوي ديت وديت بتساوي ديت، صح؟ صح. هنا نفس الكلام جاب لك اهوت. بص يا صديقي، تعالى كده يا صديقي، دلوقتي ايه؟ دلوقتي احنا عندنا هنا العمود المقام، خلي بالك بقى كده، هينزل لك الشعاع الضوء الساقط اهو، حلو، زاويه 60، هتكمل دول كده يا صديقي بكام؟ يبقى ده كده المفروض ب 30، حلو، وده برضو نفس الكلام ب 30 بقى، ما هو ده بيساوي ده، وده هيبقى بكام؟ هيبقى ب 60 يا صديقي. طب هنا لا، زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس، بيقول لك كده اهو، يبقى هتساوي صفر. زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس بتساوي ايه؟ صفر، لان هو بيرتد على نفسه، لانه ساقط عمودي يبقى بيرتد على نفسه. حلو. بيقول لك اذا كانت الزاويه المحصوره، خلي بالك بقى كده يا صديقي، سؤال حلو جدا، اذا كانت الزاويه المحصوره بين الشعاع الضوئي الساقط، ادي الشعاع الضوئي الساقط اهو يا صديقي، حلو، والشعاع الضوئي المنعكس يساوي 140، خلي بالك يعني الزاويه ما بين الاثنين دول كده، الزاويه ما بين الاثنين دول كده بكام؟ ب 140. طب ما تقسمهم على الاثنين، لان انت عارف ان زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس، خلي بالك بقى كده، فالمفروض كل واحده فيهم هتاخد 70، يبقى دي ب 70 ودي ب 70، يبقى احسب زاويه السقوط بكام؟ ب 70. طب زاويه الانعكاس بكام؟ ب 70 برضه يا صديقي. طيب بيقول لك هات لي الزاويه المحصوره بين الشعاع الضوئي الساقط والسطح العاكس، خلي بالك بقى كده، الزاويه المحصوره بين الشعاع الضوئي الساقط والسطح العاكس، مش هو العمود المقام، يعني هو عايز بين الشعاع الضوئي الساقط ده كده والسطح العاكس ده كده. انت عارف ان هي ب 90، حلو، مش ده ب 70؟ ايوه، يبقى ده بكام؟ يبقى اللي فاضل منهم اللي هم كام؟ اللي هم ال 20 يا صديقي. اذا الزاويه المحصوره دي هتساوي كام يا صديقي؟ هتساوي 20. وشكرا كده، زي الفل، زي العسل يا صديقي. حلو قوي. اللي بعده يا صديقي بيقول لك ايه؟ في الشكل المقابل سقط شعاع ضوئي على المرآة ألف، ادي المرآة ألف يا صديقي، في شعاع ضوئي سقط على المرآة ألف، الشعاع الضوئي اللي سقط دوت طبعا هنا الزاوية ب 30، بص 30، انت عارف ان دايما ده هي ب 90، حلو، يبقى 30 وكام؟ 30 و60، يبقى اذا كده زاوية السقوط ده هي بكام؟ ب 60، خلي بالك بقى كده، دي ب 60 يا صديقي، حلو. بعد كده يبقى زاوية الانعكاس برضو ب 60، يبقى اذا دي برضه هتبقى ب 30، وانا محفظك ان دي كده كده بتساوي دي دايما 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 دايما، وفهمنا ازاي، مش حفظ بس، حلو. طيب مش دي ب 30؟ ايوه، مش المفروض لما هيرتد كده، لما هينزل كده يا صديقي، خلي بالك بقى كده، بيقول لك ايه؟ احسب كل من زاويه السقوط على المرآة ألف، زاويه السقوط ب 60، زاويه السقوط على المرآة ألف ب 60، حلو، زاويه الانعكاس على المرآة ب، زاويه الانعكاس على المرآة ب، والزاويه المحصوره بين المرآتين، خلي بالك بقى كده. اولا كده يا صديقي، يعني الفكره كلها انت هتنزل لي ايه؟ هتنزل لي شعاع بالشكل ده كده، حلو حلو. فدلوقتي انا بقى هنا الزاويه تبقى بكام؟ انا فكر معايا يا صديقي كده، انا دلوقتي الزاويه دي، مش انت هنا كنت ب 60؟ ايوه، فانت لما تسقط على دي، طبعا يا صديقي المفروض في حاجه انت اخدتها كده في الرياضه، تمام كده، حاجه اسمها التبادل وحاجات دي، كل حاجه اللي هو شكل حرف الزد والحاجات دي كلها يا صديقي، ما هنا بالكلام ده، بس انا بس بحاول افكرك يعني بيه. بص يا صديقي، اولا كده انت مش دي ب 30؟ ده هي هتبقى ب 30، لو انت واخد بالك يعني يا صديقي هتشوف ان دول 30 و30، حلو زي الفل زي العسل. طب ليه؟ لان اكيد دي مش 90 واكيد دي اكتر من 90. طب ثواني بس، ثواني 30 و30 كام؟ 60 و120 كام؟ فكر كده، 120 يبقوا 180، صح؟ ايوه، وده كده كده مستحيل، ده كده كده مستحيل ان هو يكون اقل من 120. حلو خالص، حلو. طيب 30 سقط ب 30، يبقى ده بكام؟ يبقى ده ب 60. طب بس هل انت مثلا متخيل ان انا عرفت من ده؟ لا طبعا، لان في حاجه في طلبه كتيره بتغفل عنها، الا وهي ايه؟ ان هو بتلاقيه عمال يلف حوالين نفسه، تمام، ويقعد يدور، طب انا دلوقتي اجيب دي منين؟ انا مش فاهم، اعرف اجيبها منين؟ يعني انا عمال الف حوالين نفسي واجيبها منين برضه؟
هنا انت جبتها بالنظر بس. في طلبه كتير هتقعد تلف حوالين نفسها ما تعرفش تحل المساله. انا شفت ده بعينيا يا صديقي. لو انت يعني انت بصيت من هنا وماشي مسألتك عادي جدا، بس انت مش بتاخد بالك من الناحيه الثانيه. يعني لو انت جيت بصيت من هنا كده هتلاقي 30. فيعني لو انت خدت بالك يعني مثلا فرضا، فانت لو جيت بصيت هتلاقي ده برضه ب 30، فاذا ده ب 60، اذا ده ب 60، اذا ده ب 30. شفت البساطه؟ شفت السهوله؟ فالفكره كلها يا صديقي خليك بس فاهم دايما ان ايه المسائل بتتحل بكل بساطه، ودايما الارقام بتاعتها بتبقى سهله جدا، عشان العقده اللي بتحصل كل سنه من فكره المسائل دي والله ما في اتفه منها. والله لو انت بتبص هتلاقي الارقام اصلا محفوظه. فانت بالنسبه لك زاويه الانعكاس على ب اهو، ادي زاويه الانعكاس اهي، ما هي دي الانعكاس اهي بتاعها، وده السقوط وده الانعكاس، يبقى ب 60، يبقى برضه ب 60. حلو. الزاويه المحصوره بين المرآتين، فين المرآه الاولى؟ ادي المرآه الاولى اهي. حلو، ادي المرآه الاولى اهي، والزاويه المحصوره والثانيه اهي. فين الزاويه المحصوره بين المرآتين؟ اهي. يبقى هي كام؟ 120. ايه ده؟ طب ما انت قلتها يا مستر. بالظبط كده. يبقى الفكره يا صديقي انت بتستنتج الكلام ده وهيبقى سهل بالنسبه لك تجيبه. هتبقى سهل اصلا بمجرد ما تبص للرسمه هتجيبها بكل سهوله وكل بساطه يا صديقي. ركز معايا. طيب حلو. بعد كده طبعا هو مش عارفين هو جاب لنا ايه هنا. ايه ده بقى؟ بيسالنا على المرايا. خلي بالك بقى يا صديقي انواع المرايا. بص يا صديقي، المرايه ديت بتبقى يعني انت دلوقتي المرايه مش ملهاش تعريف. هقول لك ايه بس، هي حاجه لما بتنزل عليها يعني الاشعه الضوئيه بتنعكس عليه، الاشعه الضوئيه بتسقط عليها فيحصل لها انعكاس. خلي بالك عندنا نوعين من انواع المرايا. مرايا يا اما بتكون مستويه، يا اما بتكون مرايا كريه، وبيكون لها نوعين، يا اما مقعره يا اما محدبه. المرايا عامله زي المعلقه، المرايا عامله زي الايه؟ المعلقه. الجزء ده بيكون مقعر والجزء اللي تحت ده بيكون محدب. يبقى المرايا عامله زي المعلقه، ادي المعلقه اهي، فالجزء اللي فوق ده مقعر اللي انت بتاكل بيه، الجزء اللي تحت ده محدب اللي هو بيبقى فيه كيرف كده لفوق كده يا صديقي. حلو زي الفل. المرايه المستويه دي المرايه اللي انت بتشوفها في البيت عندكم اللي هي بتبقى مستويه يا صديقي عادي جدا وزي الفل. حلو. ما هي المرايا المستويه؟ مش هناخد تعريفها، احنا هناخد فكره المرايا المستويه. مرايا مستويه لا فيها مقعر ولا فيها تحدب، يعني لا فيها تقعر ولا فيها تحدب يا صديقي، ولكن هي مرايا مستويه. فالمرايا المستويه ديت خلي بالك بقى كده، مرايا ليها شويه خصائص. مرايا ليها شويه ايه؟ ليها شويه خصائص. خلي بالك لو انت شفت شكل المرايه فكلمه ضوء انا كاتبها كده، فاللي انا اكتشفته ان هي خلتها لي بالشكل ده. لا نفهم بقى، ايدي وشفتها بالشكل ده. هو ايه اللي بيحصل؟ المرايه دهيت بتعكس الضوء، يبقى المرايه المستويه عاكسه للضوء. عاكسه للايه؟ للضوء. فبيحصل ان الصوره لما انت دلوقتي تجيب مرايه، انا فرضا ان انا هجيب مرايه دلوقتي اهي وابدا احط صوره قدامها، فايه اللي بيحصل بقى؟ الصوره دي لها خصائص عشان تتكون. طب تعال نفكر مع بعض ونكتب، ايه رايك؟ تعالى بص. اولا كده خصائص الصوره المكونه في المراه المستويه. بص، اول حاجه الصوره ديت اول حاجه بتبقى معكوسه، صح. طيب انت بتبقى واقف كده، ايديك وانت واقف، انا واقف قدام المرايه اهو. فانا دلوقتي وانا واقف قدام المرايه انا شايف شكلي بالظبط، مش مقلوب ولا حاجه. مثلا مش كنت كده فلقيت نفسي في المرايه مقلوب كده، لا انا شكلي مظبوط. يبقى المفروض كده انا معتدل. بس الفكره كلها ان انا معكوس. حد اقول له يا مستر والله يا مستر انت ما بتعرف تشرح، والله انا شكلي معكوس ولا حاجه، وايدي هات الجراح رافعها قدام المرايه وهي وابقى عارف ان هي ايدي اليمين ولا ايدي الشمال. هقول لك يا صديقي اوعى تقول الكلام ده يا صديقي، اكيد انا مش هقول لك حاجه غلط. هقول لك حاجه، هات التليفون بتاعك وصور، مش تشوف الكاميرا، مش تفتح السيلفي، صور صوره سيلفي وشوف كده هتلاقي فعلا ايدك معكوسه ولا مش معكوسه. شوف كده وجرب وقول لي لو الكلام ده مظبوط. اكتب لي في الكومنتات وهتاكد. وقف الفيديو كده واقفل التليفون دلوقتي وافتح وهات الكاميرا وصور نفسك سيلفي وشوف كده يا صديقي ايه الايد شكلها عامل ازاي. فكر كده يا صديقي. يبقى خواص الصوره اول حاجه معكوسه دي اول حاجه. تاني حاجة بتكون معتدلة يا صديقي. حلو. خلي بالك بقى كده، أنا دلوقتي لما أجي أشوف أقف قدام المراية، هل المراية بتكبرني؟ لا. طب هل بتصغرني؟ لا. يعني بتكون مساوية لوضع الجسم. أنا لو وقفت قريب منها أنا واقف بعيد عن الكاميرا أهو. طب أنا لو قربت من الكاميرا بتحس إن أنا بقرب أكتر عشان هي كأنها مراية. طب أنا ببعد الجسم بيصغر صح؟ طب بقرب بكبر، ببعد بصغر. ايه ده معناه ايه؟ ما هي مساويه لوضع الجسم. شوف انا واقف، المسافه اللي ما بيننا هي اللي بتديني الحجم بتاعي.
وصلت؟ يعني انا ببقى مساوي لوضع الجسم في كل الاحوال. هل الجسم مثلا لما بقرب منك بدخن؟ انا مش بدخن ولا بكبر ولا بصغر، هو بس ان انت بتحس ان جسمي كبر لان انا قربت منك مش اكتر، بس انا جسمي زي ما هو. يبقى هي مساويه لوضع الجسم. يبقى رقم 3 مساويه لوضع الجسم، مساويه لوضع الجسم. حلو قوي كده. طيب بعد كده خلي بالك بقى كده، الرقم 4. انا دلوقتي يعني لما اجي اشوف كده وابص على المرآة ديت، اولا هي معكوسه معتدله وبتكون مساويه لوضع الجسم. السؤال، هل هي بتتكون من الاشعه الساقطه ولا من طلاق الامتداد بتاعتها؟ هتقول لي ازاي؟ انا مش فاهم. بص يا صديقي، هل هي بتتكون قدام المرايه ولا خلف المرايه؟ برضو مش فاهم. بص هقول لك حاجه، ينفع لما تيجي تبص على صورتك كده تستقبلها على حائل؟ مش فاهم برضو. انا بحاول اقول لك الكلام اللي انت ممكن يبقى صعب بالنسبه لك، فلو ما تسمعه انا عمال اقول لك انا مش فاهمه فتاخد بالك منه. بص، انا دلوقتي عندي شعاع ساقط اهو، عندي شعاع ايه ساقط اهو. حلو. فالشعاع الساقط ده لما سقط بالشكل ده، هل ارتد مثلا بشكل معين كده فانت قدرت تجيب مثلا ورقه، تجيب كرتونه، تجيب اي حاجه وتستقبله عليها ولا ما حصلش؟ طب انا هسالك سؤال تاني، هل انت لما الضوء سقط عليه اهو ونزل على المرايه، هل بقى انت تقدر تستقبله من المرايه؟ لا، ما تقدرش تستقبله. ليه؟ لان الصوره دي خصائص الصوره دي صوره تقديريه. خلي بالك بقى كده، الصوره تقديريه. الصوره ايه؟ تقديريه. يعني ايه صوره تقديريه؟ يعني صوره لا يمكن استقبالها على حائل. استقبالها على ايه؟ على حائل يا صديقي. ازاي لا يمكن استقبالها على حائل؟ يعني انت ما تقدرش دلوقتي يا صديقي ينزل الضوء على الجسم بتاعك فينزل على المرايه اهو، نزل على المرايه، هل انت بقى تقدر تجيب ورقه او اي حاجه وتستقبل عليها الضوء ده؟ لا، ما تقدرش يا صديقي. وده بقى من ضمن الحاجات او من الخصائص اللي هي مهمه جدا بالنسبه للمرآة المقعره، يمكن استقبالها على حائل. طب ازاي الكلام ده؟ هنعرف وقتها. يعني انا دلوقتي ما ينفعش مثلا عايزين اي حاجه، يعني مش لاقي حاجه الصراحه اجيبها لك. انا دلوقتي لو انا جبت دلوقتي مثلا ايه، الضوء نزل، فلما نزل على المرايه انا شفت صورتي، هل بقى صورتك دي تقدر مثلا تجيب ورقه، كرتون، تجيب اي حاجه تستقبلها عليها؟ لا، ما تقدرش. يبقى لا يمكن استقبالها على حائل. حلو قوي كده. طيب يبقى الصوره التقديريه لا يمكن استقبالها على ايه؟ على حائل. يعني انا مثلا دلوقتي خلي بالك بقى كده، لما تعالى بقى عشان الحته دي جاي عليها مسائل حلوه جدا. انا هجيب ادي المرايه هي يا صديقي، مرآة مستويه. حلو. خلي بالك انا دلوقتي هاجي رايح منزل، انا واقف قدام المرايه اهو. حلو. فانا دلوقتي الشعاع بالنسبه لي، الضوء بالنسبه لي اهو نازل على المرايه كده، فالشعاع الضوئي نازل على المرآة بالشكل ده كده. حلو. خلي بالك بقى كده ايه اللي بيحصل بقى. خلي بالك الصورة بتتكون خلف المرآة. رقم 5 بقى كده، الصورة تتكون خلف المرآة. ايه ده؟ الصورة تتكون خلف المرآة. ايه ده بقى؟ ايوه، ما هي دي الفكرة كلها. المرآة، ما هي عشان كده بنقول عليها ان هي صورة تقديرية. انت ما خدتهاش مش تلاقي الأشعة الساقطة، مش الأشعة تلاقت، لا، ده امتدادات الأشعة. عشان كده بتلاقي المراية حاطط لك بتاع كده من ورا كده، البتاع اللي ورا ده كده خلف المرآة. يعني الصورة اتكونت خلف المرآة. طب لو انت شلت البتاع ده، شيله كده، مش هتلاقي فيه صورة اصلا، هتلاقي الأشعة نفذت. يبقى هي فعلا كده كانت بتنفذ لخلف المرآة، وكان مين بيستقبلها؟ كان الجزء اللي ورا ده هو اللي بيستقبلها. فالصورة بص كده، الأشعة سقطت اهي مثلا، وليكن ده بعد 2 سم، فهتلاقي الجسم برضه بنفس الحاجة كده على بعد 2 سم خلف المرآة. يبقى ده كده خلف المرآة. يبقى انت هنا حاطط الجسم، حاطط هنا الايه؟ الجسم. حلو. امام المرآة. وهتلاقي بقى الصورة اتكونت خلف المرآة. يبقى الفكرة كلها يا صديقي ان انت عندك حاجة اسمها امام المرآة وخلف المرآة. امام المرآة كده انت ده الجزء الحقيقي اهوت، خلف المرايه ده الجزء التقديري. فالمرايه بتاعتنا اللي في البيت، هتلاقي المرايه يا صديقي لو جيت شلت الجزء اللي ورا ده اللي هو الرمادي او الجزء الاصفر او اي حاجه، هيحصل ايه؟ هتلاقي الاشعه بتدخل تنفذ تعدي، يبقى كده مفيش صوره، كده انت عديت الاشعه على طول. يبقى الاشعه ما استقبلناهاش على حاجه عشان نقدر نلقاها. حلو. طب سؤال، هو احنا اصلا بنقدر نستقبلها كده في كل الاحوال؟ لا، لان هي صوره تقديريه لا يمكن استقبالها على حائل، لان هي بتنشا من تلاقي الاشعه. خلي بالك الاشعه اللي بتسقط دي بتاخد الاشعه اللي انعكست، الاشعه اللي هي المنعكسه بقى راحت فين؟
انت جبتها من ورا، من الخلف مش من قدام. وصلت الفكره؟ كأن انا دلوقتي مشغل الكاميرا دي كده، الكاميرا اللي هي الخلفيه، لا انا عملت الكاميرا الاماميه بقى. يبقى انت عشان تيجي تبص وتجيب الحاجه اللي وراك هجيبها ازاي دلوقتي؟ تجيبها من الخلف بقى كده، تجيبها من الخلف انك تشغل الكاميرا الثانيه تجيب لك الحاجه اللي وراك دي. وصلت؟ يبقى دلوقتي كده الصوره بتتكون خلف المرآه. لو انت واخد بالك الاشعه الضوئيه بتاعت الجسم ده ساقطه بتسقط عمودي، صح؟ يبقى او في بعد ما بينهم هنا كده، صح؟ ايوه، فيبقى البعد ده او الاشعاع ده نازل بص كده عمودي بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده يا صديقي. صح كده ولا انا غلطان؟ صح كده يا صديقي. بس يبقى دي رقم 6 بالنسبه لايه؟ بالنسبه لخواص الصوره المتكونه يا صديقي. حلو؟ يعني الشعاع ده عمودي على ده، والشعاع ده عمودي، يعني هو عمودي كده، عمودي بالشكل ده كده يا صديقي، عمودي على السطح الايه؟ على السطح بتاع المرآة يا صديقي. يبقى دلوقتي خلي بالك هو هيجيب لنا امثله دلوقتي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك تكتب كلمه اسعاف مقلوبه على سياره الاسعاف. ليه بيكتبوها بالشكل ده كده؟ ليه بيكتبوها اسعاف كده؟ ليه بيكتبوها اسعاف كده؟ اسعاف. ليه بيكتبوها اسعاف كده؟ علشان لما يعكسها، لما السائق بتاع العربيه تبقى عنده المرآة خلي بالك بقى كده، فالمرايه ديت بتعكس، المرايه بتعكس، فلما يبص السائق في المرايه كده فيلقاها كلمه ايه؟ اكيد هتبقى حقيقيه. هو لو بص في المرايه فالمرايه بتعكس، فبدل ما كانت تبقى مكتوبه اسعاف يلاقيها اسعاف، يلاقيها ايه؟ يلاقيها اسعاف. فايه اللي هيحصل بقى؟ اول مش سائق السيارات ولا الاسعاف، لا العربيات العاديه، فيلاقوا كلمه اسعاف، فطبعا ايه اللي هيحصل؟ اول ما يشوفوا كلمه اسعاف يوسعوا للطريق، فايه اللي هيحصل؟ فيفسحوا للطريق او يفسحوا المجال لعربيه الاسعاف انها تعدي. طبعا الكلام ده في اي دوله في العالم يا صديقي الا صح، الا يعني تلاقي واحد ركن العربيه ويقول لك انا مش محركها. طب يا عم في واحد بيموت يا باشا، انا براحتي. يعني واحد زي ده بقى، انت واحد دلوقتي اهل المريض لو نزلوا مثلا يعني واحد بيموت في العربيه الاسعاف دي، فلو نزلوا هم كسروا العربيه دلوقتي، هل ممكن يحصل حاجه؟ هل ممكن يدفعوا غرامه ولا حاجه؟ هي ايوه هي بالظبط كده يا صديقي. طيب حلو، ايه اللي بيحصل بقى يا صديقي؟ ان دلوقتي طبعا واكيد يعني انا عايز بس يعني برضه في فكره حلوه كده يعني، او في معلومه كده في دماغي. طب ما عربيه الاسعاف واضحه ومن غير ما اي حاجه، السرينه بتاعتها لوحدها دي لوحدها حاجه ثانيه شكلها وهيئتها، ما دي عربيه اسعاف يعني، اكيد مش عربيه مطاف مثلا. طيب لا يستطيع الكثير من الناس الكتابة بطريقة صحيحة وهم ينظرون إلى الصفحة من خلال المرآة المستوية، لأن لو بصيت لي من خلال المرآة المستوية فالمفروض كده، لأن الكلام هيكون بالمتشقلب الكلام هيكون معكوس، لأن المرآة المستوية، لأن المرآة تعكس الايه؟ تعكس الكلام، تعكس الايه؟ الكلام. شكرا كده. فطبعا هيبقى الكتابة بشكل خطأ. طيب الصورة المتكونة بواسطة المرآة المستوية لا يمكن استقبالها على حائل، لأنها صورة، خلي بالك بقى كده، صورة تقديرية. طب هل هي بتنشأ من طلاق الأشعة ولا امتدادات الأشعة؟ تنشأ من تلاقي امتدادات الأشعة. تنشأ يا صديقي تنشأ من نشاط الكتاب من تلاقي امتدادات الأشعة. تلاقي إيه؟ امتدادات الأشعة الضوئية الساقطة. يعني الأشعة الضوئية الساقطة حصل لها امتدادها بقى فبقت منعكسة، يعني الانعكاس اللي حصل ده بقى تلاقي الامتدادات بتاعت الأشعة دي يا صديقي. وصلت كده يا صديقي، زي الفل، حلو قوي كده. بعد كده لو احنا جينا هو دخلونا على المرآة المكرية كده على طول كده، مفيش أي حاجة. مسألة يا جدعان، يا جماعة اللي عاملين فايل، طب تعالى بقى يا صديقي، بما انهم ما كتبولكش يا صديقي مساله، انا هكتب لك مساله. ما هو انا يعني خلاص كده. بص يا صديقي، انا هجيب لك، بص انا عندي ادي ايه؟ ادي المرآه، دي المرآه المستويه، دي المرآه الايه؟ المستويه. حلو. المرآه المستويه ديت يا صديقي في مسافه بقى كده، انا حطيت لك جسم كده، الواد حموكش العبيط اهو، ما تحموكش العبيط يا صديقي. فانا بسالك يا صديقي، الواد حموكش العبيط ده حطيته على بعد كام بقى متر من المرآه؟ خلي بالك بقى كده، حطيته على بعد مثلا 5 متر يا صديقي، 5 متر من المرآه، 5 متر يا صديقي. فانا بسالك سؤال، يعني خليها 5 سم مش مشكله، 5 متر. حلو. فانا بسالك دلوقتي يا صديقي، عايز اعرف سؤالين. بعد ده بعد، ده الجسم اهو، ده حموكشه، ده الجسم حموكشه العبيط اهوت، حموكشه العبيط
وعلى فكره امه عارفه ان هو عبيط وابوه عارف ان هو عبيط، فحموكشه العبيط ده على بعد 5 متر، يبقى ده الجسم. خلي بالك بقى كده، ده الجسم. فانا هسالك سؤالين، بعد الصوره عن المرآة وبعد الجسم عن الصوره. لا ثواني بقى كده، بعد 1 2، بعد الصوره عن المرآة. ازاي بقى الكلام ده؟ افهم. فين المرآة؟ اهي. فين الصورة؟ هتتكون هنا. طب حلو خالص اهو، ادي الايه، ادي الصورة مثلا كده مثلا يعني، واهو بالشكل ده كده اهوت يا صديقي مثلا، يعني اعتبر ان ده شكل الانعكاس بتاعها. بعد الصورة كام؟ ما هو مش ده 5 متر؟ يبقى البعد ده بيساوي البعد ده، يبقى 5 متر. ايه ده؟ ايه ده؟ هو بعد الجسم عن المرآة بيساوي بعد الصورة عن المرآة؟ ايوه، يعني برضه هيساوي 5 متر يا صديقي. حلو، خلي بالك بقى كده. انا بسألك بقى سؤال تاني دلوقتي. ايه هو السؤال التاني؟ بسألك واقول لك المسافة او بعد الصورة عن الجسم 10 متر يا صديقي، اجمعهم كلهم يبقى بعد الجسم عن المرآة بيساوي كام متر؟ 10 متر. فانا هديك سؤال تاني دلوقتي يا صديقي، برضه تقدر تجاوبه لي وهنشوف الاجابات بتاعتك صح ولا غلط يا صديقي. انا دلوقتي عندي الواد حموكشه وصورة الواد حموكشه العبيط وصورة الواد حموكشه الايه؟ العبيط. سؤال، بعد جسم حموكشه عن صورة حموكشه. سؤال بقى اهو، بعد الصورة ماشي، بعد بص كده، بعد صورة حموكشه عن المرآة. ده جاوبوا لي بقى، صورة ايه؟ صورة حموكشه عن المرآة. ماشي كده. وعايز اعرف بعد جسم حموكشه عن صورة حموكشه. جسم حموكشه عن ايه؟ عن، هو ليه الكلام بيتكتب بالمتشالب كده؟ عن صورة حموكشه. عن صورة ايه؟ حموكشه. حلو قوي كده. خلي بالك بقى كده، علما بأن المفروض يعني البعد ما بين جسم حموكشه والمرآة مثلا ايه؟ 10 سنتيمتر ما بين حموكشه والمرآة. احسب بقى يا صديقي الكلام ده وفكر كده واكتب الإجابة يا صديقي. حلو، يلا بعد كده ننزل على الجزء اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك عندي حاجه اسمها المرايا الكريه. المرايا الكريه ديت طبعا عندنا منها نوعين اتنين يا صديقي، يا اما مقعره يا اما محدبه. المقعره دي بتجمع الاشعه الضوئيه الساقطه، المحدبه ديت بتفرق الاشعه الضوئيه الساقطه. بس السؤال بقى كده، ما هي المرايا الكريه عموما؟ يعني شايف انت يا صديقي ده كده كره جوفاء. فالمرايا الكرية عموما هي جزء من سطح كرة جوفاء. يبقى المرايا الكرية هي عبارة عن الجزء، خلي بالك بقى كده، خلي بالك، هي عبارة عن جزء بسطح كرة جوفاء. حلو. يبقى ممكن تكون جزء داخلي او جزء خارجي. خلي بالك، يبقى هي عبارة عن ايه؟ هي مرايا مش كده، هو جزء من سطح من كرة جوفاء. يبقى تمام كده. حلو. خلي بالك بقى كده، ممكن تكون هي عبارة عن السطح الداخلي لكرة جوفاء. السطح الايه؟ الداخلي من جوه مش من بره، لا، السطح الداخلي، السطح العاكس الداخلي، اهم حاجة الداخلي. يبقى هو دلوقتي جزء داخلي، يبقى سطح داخلي لكرة جوفاء، لكرة جوفاء. خلي بالك بقى كده. انما هنا بقى لا، ده العكس، ده جزء خارجي او سطح خارجي لكرة ايه؟ لكرة جوفاء. يبقى دلوقتي انا عندي حاجة اسمها المرآة المقعرة والمرآة المحدبة. يبقى سطحها العاكس هي مرآة سطحها العاكس هو السطح الداخلي لكرة جوفاء. انما هنا بقى مرآة سطحها العاكس هو السطح الخارجي لكرة جوفاء. طب هنا بيعمل ايه بقى؟ بيجمع الاشعة الضوئية الساقطة، انما هنا بيفرق الاشعة الضوئية الساقطة. حلو، خلي بالك. هنا لو انت واخد بالك، ادي السطح العاكس اهو من جوه، السطح العاكس من جوه بتلاقي دايما، بص كده، لما تلاقي ده كده اعرف ان ده الظهر بتاعها. يعني مش قصده من هنا ده الاشعه، ما هي ممكن تكون دي محدبه، ايوه، بس لما يعمل لك ده كده يبقى ده كده السطح العاكس من جوه، وده كده الخلفيه بتاعتها. نفس الكلام هنا بقى، الاشعه هتسقط من هنا كده. حلو. فيبقى ده الظهر بتاعها طالما عامل لك فيه شرط بالشكل ده كده. يبقى انت دلوقتي عندك السطح بتاعها، سطح لو من بره يبقى ده كده جزء خارجي، يبقى مرآة محدبه. سطح من جوه والخطوط دي كده من الظهر بتاعتها، يبقى دي الخلفيه بتاعتها، يبقى دي الظهر بتاعتها. وصلت يا صديقي؟
فهمت؟ الدنيا زي الفل زي الفل زي الفل. بسم الله. تعالى بقى نشوف هم رسموا لنا الرسمتين اللي احنا عايزينهم. لا ما رسموهمش. يعني الى حد ما. بص يا صديقي، جابوا لك معلقه، فطبعا المعلقه يا صديقي بالشكل ده كده، ده كده الجزء المقعر يا صديقي. طيب جابوا لك معلقه يا صديقي، فده كده يا صديقي الجزء المحدب يا صديقي، يبقى ده كده الجزء المحدب يا صديقي بتاع الايه؟ بتاع المعلقه، انما ده الجزء المقعر بتاع المعلقه. فيقول لك المعلقه ليه بتجمع الحاجه، انت بتجمع الاكل بالمعلقه صح؟ يبقى المجمعه، يبقى اللي هي المرآة المقعرة بتجمع، مجمعة لامة، بتلم بتجمع الكلام ده كله. حلو. ليه بقى؟ لأن دلوقتي لما هيسقط أشعة ضوئية عليها، لأن هي بتجمع الأشعة الساقطة، الأشعة الضوئية، في شعاع ضوئي سقط أهو فينزل كده، شعاع ضوئي تاني سقط أهو فينزل كده، شعاع ضوئي سقط كده فيرجع على نفسه كده، شعاع ضوئي سقط كده فينزل كده، شعاع ضوئي سقط كده فينزل كده. هو إيه اللي بيحصل بقى؟ لأن هي بتجمع الأشعة الضوئية الساقطة في نقطة واحدة. يبقى لأنها بتجمع أو بتلم، لأنها تجمع الأشعة، لأنها تجمع ليه؟ الأشعة الضوئية الساقطة. الايه؟ الساقطة. حلو قوي كده. يبقى هي بتجمع الأشعة الضوئية، الأشعة بتسقط عليها بتجمعها لك كلها في نقطة واحدة بالشكل ده كده. حلو. طيب إنما المرآة المحدبة مفرقة، لأنها بتفرق، أدي شعاع ضوئي بيسقط عليها بالشكل ده كده فهي تفرقه، شعاع ضوئي بيسقط عليها كده فهي تفرقه، شعاع ضوئي بيسقط عليها بتفرقه، شعاع ضوئي بيسقط عليها بتفرقه، لأنها بتفرق الأشعة الضوئية الساقطة عليها، سواء بقى ساقطة موازية أو متوازية. يعني هي موازية أو متوازية بنقول عليها كده، الموازية والمتوازية للشعاع الأصلي أو المحور الأصلي. هو إيه المحور الأصلي ده؟ هنعرفه دلوقتي. يبقى لأن هي لأنها تفرق الأشعة الضوئية، خلي بالك بقى كده، الضوئية الساقطة عليها، أشعة ضوئية ساقطة بتفرقها، بتبعدها عن بعضها، يبقى هي كده مفرقة يا صديقي. حلو قوي كده. بعد كده لو جينا على الجزء اللي بعده بيقول لك ايه بقى؟ المفاهيم الاساسيه للمرايا الكريه. طبعا هم المفروض كانوا يكتبوا العناوين تمام هنا بتاعت كل جزئيه انا عايزها، بس مش مشكله يا صديقي هنعديها له، هم غلابه ونعديها له. هنا اول حاجه احنا هنا بنسالك على ايه؟ بيسالك على المركز ده، هو بيسالك على مين؟ بيسالك على المركز. يبقى انا عايز اعرف المركز بقى. خلي بالك بقى كده، خلي بالك المركز هو مركز تكور الكره. يبقى دي كره عباره عن كره اهيت، دي كره اهيت يا صديقي، فهو مركز تكور الكره. خلي بالك بقى كده، يبقى هو مركز التكور، مركز الكره التي تعتبر المرآة جزءا منها. فاحنا بنقول عليه ايه؟ رقم واحد عندنا، اول تعريف عندنا ما هو مركز تكور الكرة، مركز تكور الايه؟ الكرة، او مركز تكور المرآة، مركز تكور المرآة هو مركز الكرة. ما هو مركز تكور المرآة؟ مركز الكرة، ادي كرة وادي كرة، مركز الكرة اللي بيعتبر المرآة ده اهي جزء من الكرة دي، او المرآة ده اهي جزء من الكرة دي. خلي بالك بقى كده، سؤال بس كده، ده مقعر ده محدب ايوه. حلو. يبقى مركز الكرة، مركز اهوت، مركز الكرة التي تعتبر المرآة جزءا منها، التي تعتبر المرآة جزءا منها، جزءا منها. مش عارف، مش حاسسها كده، حاسس ان في غلطة كده. جزءا، طب يعني ايه جزءا كده وخلاص؟ جزءا بس، حاسس كده جزءا منها. ما علينا بقى صديقي، لغه عربيه بقى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فين المرايه؟ انا قلت لك فين المقعره اهي، مش دي كده عامله زي المعلقه يا صديقي اهي، وظهرها بالشكل ده كده، ايوه اللي هو المحدب، يبقى دي كده المرآه المقعره. طب دي بص كده اهو، انت بتسال من هنا لان هنا كده الجدار الخلفيه. هتقول لي لا ده انت غلط، ده انت بص شوف انت الكيرف كان كده، كنت انت فوق كنت بتقول لي ان ديت المرآة المقعره اهي. يا حبيب قلبي انت بتبص من جوه بالشكل ده، مش بتبص من بره اهو. بص كده اهو، انزل تاني كده، انت هنا بتبص منين؟ من جوه اهو، يبقى دي المقعره. انما تيجي تبص من هنا ما تبقاش مقعره، كده مش مقعره، لان الخلفيه هنا، يبقى انت بتبص من بره، يبقى دي مرآة محدبه. عرفت الفرق ما بين المرآة المقعره والمرآة المحدبه؟
زي الفل. اتمنى انك تكون عرفت الفرق يا صديقي. حلو خالص. يبقى مركز الكره التي تعتبر المرآة جزءا منها ده مركز التكور. خلي بالك بقى كده، ممكن يكون في المرآة المقعره، خلي بالك بقى كده، هل هو قدامها ولا خلفها؟ وهنا هل هو قدامها ولا خلفها؟ مش هي اهيت، هي من جايه من هنا كده، يبقى هو امام ولا خلف؟ ده خلف كده، خلف المرآة الايه؟ المحدبه. ولكن المرآة المقعره اهي، يبقى هو قدامها، يبقى امام المرآة الايه؟ مقعره. يبقى امام المقعره وخلف المحدبه، امام المقعره وخلف المحدبه. حلو. بعد كده العنوان الثاني او الجزء الثاني اللي هو بيقول لك ايه؟ اللي هو هنبدا نتكلم عن القاف. هنبدا نتكلم عن ايه؟ القاف. قطب القطب، حاجه اسمها ايه بقى؟ رقم 2 قطب الكره. قطب الايه؟ قطب الكرة. ما هو قطب الكرة؟ خلي بالك بقى كده، هو نقطة وهمية بتتوسط السطح العاكس، يعني السطح العاكس من أول هنا لحد هنا، فهي نقطة وهمية وهمية على فكرة، بتبقى في النص كده بتتوسط السطح العاكس. يبقى ما هي؟ ما هو قطب الكرة؟ هي نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس. نقطة أهوت، نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس. السطح الايه؟ العاكس يا صديقي. حلو قوي كده. يبقى دلوقتي احنا عندنا حاجه اسمها نقطه وهميه بتبقى موجوده هنا كده او موجوده هنا كده. اهم حاجه بس ان هي بتتوسط السطح العاكس، ليها اي حاجه ولا اي حاجه. خلي بالك بقى كده، النقطه الوهميه اللي بيتوسط السطح العاكس دوت بيبقى فيه خط واصل او مستقيم كده مار بالمركز او واصل ما بين المركز والقطب. مستقيم مر ما بين المركز والقطب، مستقيم مر ما بين المركز والقطب، اسمه المحور الاصلي. لا ركز بقى معايا كده، هو طبعا هيجيبه لك هنا كده اهو، ده المحور الاصلي. هنا خلينا في ده دلوقتي. يبقى ما هو المحور الاصلي؟ ما هو المحور الاصلي؟ هو المستقيم المار بالمركز وقطبها. بص اهو ده مستقيم اهو، اهم حاجه مش عدى على الايه؟ على المركز والقطب، ده كده المحور الاصلي. طب اسالك سؤال، هل عندك كم مستقيم محور اصلي؟ هو واحد بس. ليه؟ لان انت عندك قاف واحده، لان هي نقطه وهميه بتتوسط السطح العاكس، نقطه واحده. فالمستقيم المار بالمركز والقطب كده، ده كده المحور الاصلي للمرآة او للكره بقى او اي حاجه بالنسبه لنا. حلو زي العسل زي الفل. يبقى المحور الاصلي بتاع المرآة. يبقى دلوقتي ما هو المحور الاصلي للمرآة؟ هو المستقيم المار، المار بالمركز وقطب الايه؟ وقطب المرآة يا صديقي. بس كده. طيب كم واحد؟ هو واحد فقط يا صديقي، هو خط او مستقيم واحد فقط. طب حلو. بعد كده بقى طبعا هو هنا كان جايب لك ايه؟ سواء بص يا صديقي، هو هنا كان جايب لك قطب المرآة صراحه، يعني ده كده القطب، ده كده قطب المرآة. طب هو ايه اللي فات ده بقى؟ قطب المرآة. احنا شرحنا هناك حاجه ماشي، هنا بقى جايب لك حاجه غير قطب المرآة اللي هي النق. طبعا يا صديقي هنا جايب لك يعني ان النق ما بين ايه؟ بص كده، ان ده كده النق، يعني ده كده مش قطب المرآة. لا الصراحه ده مش قطب المرآة، بس هنفترض ان هي كانت قطب المرآة، وهننزل احنا هنا بقى نقول النق براحتنا احنا عادي، يعني احنا هنعرف نقولها. يبقى انا عندي هنا حاجه اسمها الايه؟ عندي هنا حاجه اسمها النق. فين النق بقى؟ ما بين المركز والقاف ده النق، ما بين المركز واي نقطه على السطح العاكس ده النق. يبقى هو بالنسبه له النق هو المستقيم، مستقيم ما بين المركز واي نقطه على السطح العاكس، المستقيم المار بالمركز او المستقيم الواصل بين المركز واي نقطه على السطح العاكس. لحظه واحده يا صديقي، ركز بقى معايا كده يا صديقي. اولا كده بقى يا صديقي اللي بيحصل ايه؟ انا دلوقتي بقول لك ان انا عايز حاجه اسمها نق، يبقى عايز حاجه اسمها ايه؟ نصف القطر. ما هو نصف القطر بقى يا صديقي؟ اولا نصف القطر يا صديقي ان انا زي ما قلت لك هو عباره عن مستقيم او عباره عن المستقيم الواصل ما بين المركز، خلي بالك بقى كده، ما بين المركز واي نقطه على السطح العاكس، ما بين المركز واي نقطه على السطح العاكس. او هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن، يعني انا بقول لك ايه؟ نصف قطر تكور الكره، نصف القطر، خلي بالك بقى كده، نصف قطر التكور بتاع الكره هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن، خلي بالك نصف قطر تكور المرآة او نصف قطر الكرة اللي بتعتبر المرآة ده جزءا منها. يبقى هو ده كده الفكرة كلها يا صديقي. يبقى ما هو نصف قطر تكور المرآة؟ هو عبارة عن نصف قطر الكرة التي تعتبر المرآة جزءا منها. طب ما هو نصف القطر هو نصف قطر اي حاجة صح، بس انا بقول لك نصف قطر تكور المرآة هو نصف قطر الكرة اللي المرآة جزءا منها. حلو زي الفل. ايه ده يا صديقي؟ we have update
يعني انذر تايم ما علينا، احنا مش فاضيين دلوقتي يا صديقي، عايزين نصور. طيب يبقى هنا بقى القاف بقى بيقول لك ايه؟ القاف هي عباره عن ايه يا صديقي؟ القاف طبعا زي ما انا، او النق زي ما انا قلت لك، هو اي نقطه او المستقيم الواصل ما بينه وما بين اي نقطه على السطح العاكس يا صديقي. حلو زي الفل. ندخل على الجزء اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك المفاهيم الاساسيه للمرآة القرئيه، اللي هم فاضل حاجتين معانا. ايه هم بقى يا صديقي؟ خلي بالك تقريبا حاجتين. اولا كده او 3 حاجات. اولا كده شايف انت الخط ده؟ النقطه دي كده، مش ده كده المركز؟ هل هو المستقيم راح للقطب؟ لا، هو راح من المركز لاي نقطه، بخلاف القطب. اي نقطه على سطح العاكس، بص ده كده اهم حاجه ما راحش للقطب، يبقى ده كده اسمه المحور الايه؟ المحور الثانوي. يبقى انا دلوقتي يا صديقي، ما هو المحور الثانوي؟ هو المستقيم المار بالمركز واي نقطه على السطح العاكس بخلاف القطب. يعني لو جه في القطب يبقى ده كده محور اصلي. يبقى انا كده خدت كام تعريف؟ والله الكلام يعني تافه جدا. بص، انت اول حاجه خدت المركز نفسه، النقطه نفسها. بعد كده خدت القطب، يبقى النقطتين دلوقتي عندك المركز وعندك القطب. حلو. خدت مستقيم مر ما بينهم هما الاثنين، او مر ما بين اي حاجه خالص. النق هو المستقيم المار ما بين بالقطب او اي نقطه ثانيه على سطح العاكس، ده النق. طب لو قال لك ما بين المركز والقطب بس، عايز حاجه ثانيه غير النق، ده اسمه المحور الاصلي. طيب لو المركز واي نقطه غير القطب، يبقى ده المحور الثانوي. طب الثواني بقى كده، هو المحور الثانوي ليه عدد لا نهائي. عدد لا نهائي. عدد ايه؟ لا نهائي يا صديقي. عدد ايه؟ لا نهائي. حلو. بعد كده بقى يبدا يجيب لك بقى ويقول لك ايه؟ عندنا حاجه اسمها البعد البؤري، وعندنا حاجه اسمها البؤره الاصليه، والكلام ده كله. خلي بالك بقى كده. اولا انت عارف يا صديقي ان الاشعه الضوئيه بتسقط لو احنا قلنا على المرآة المقعره. بص كده، بتسقط كده فتنعكس اهي، تتجمع في النقطه دي كده. طيب بتسقط كده فتنعكس وتتجمع في النقطه دي كده، تنعكس كده وتتجمع في النقطه دي كده. طيب تنعكس كده وتتجمع في النقطه دي كده. طب ده ينزل كده ويرتد على نفسه. ايه ده بقى؟ كلهم اتجمعوا في نقطه واحده اسمها البؤره الاصليه. اسمها الايه؟ البؤره الاصليه. يقول لك ايه؟ البؤره دي الاصليه. البؤره دي بؤره مش عارف اجراميه. يعني ايه بؤره اجراميه؟ البؤره الاجراميه يعني بؤره فيها مجرمين كتيره جدا. البؤره دي بؤره حاجات كده، ناس بتعمل حاجات كده معينه، ما علينا. فدي بؤره كذا. ايوه، البؤره دي يعني نقطه تجمع او تلاقي. ايوه، تجمع او تلاقي المجرمين كلهم في النقطه دي. يبقى البؤره الاصليه هي، خلي بالك بقى كده، نقطه تجمع. نقطه ايه؟ نقطه تجمع او نقطه تلاقي. تجمع او ايه؟ او تلاقي. مين بقى؟ الاشعه الضوئيه. خلي بالك بقى كده. مين بقى؟ هل الاشعه الضوئيه الساقطه ولا المنعكسه؟ اللي انعكست، يعني سقطت وانعكست اتجمعوا في نقطه واحده، يبقى الاشعه الضوئيه المنعكسه. الاشعه الضوئيه الايه؟ المنعكسه. حلو قوي كده. يبقى انا جمعت الاشعه الضوئيه الساقطه ولا المنعكسه. خلي بالك بقى كده، هي الاشعه الضوئيه اللي انعكست دي، خلي بالك انعكست. طب ثواني بقى كده، هي الاشعه الضوئيه دي لما كانت نازله المتوازيه او الموازيه للمحور الاصلي. بس خلي بالك هي الاشعه الضوئيه المنعكسه او امتداداتها انا مش عارف اكتبها صح ولا لا، بس ما علينا. المهم، طب هنا مش الشعاع الضوئي سقط وانعكس اهو، فهو نقطه تجمع المنعكس. بس هنا بقى سقط وارتد بالشكل ده، انعكس بالشكل ده. بس دي مفرقه، لان هي مرآة محدبه ولا مقعره؟ مرآة محدبه. فبص كده يا صديقي اهوت، ورجعت كده ورجعت كده، طب كده وطلعت كده وطلعت كده. فهي لها امتدادات يا صديقي، امتدادات اتجمعت في نقطه، امتدادات يا صديقي اتجمعت في نقطه، امتدادات اتجمعت في نقطه، امتدادات اتجمعت في نقطه، امتدادات اتجمعت في نقطه. فهي نقطه تلاقي الاشعه الضوئيه المنعكسه او امتدادات الاشعه الضوئيه المنعكسه كده في نقطه. حلو، تلاقوا في نقطه. ايوه، خلي بالك بقى كده، قد تكون قدام المرآة، قد تكون امام المرآة. يبقى كده ممكن اقول لك ان البؤرة ممكن تكون قدام المراية او ممكن تكون خلف المرآة. ما هو المرآة هيت، فهي خلف الايه؟ خلف المرآة. يبقى تجمع او تلاقي الاشعة الضوئية الساقطة والمنعكسة. المنعكسة الساقطة اللي كانت ساقطة
متوازيه او موازيه للمحور الاصلي. يعني هي الساقطه كانت المحور الاصلي اهو، فهي كانت موازيه للمحور الاصلي، متوازيه كلهم نازلين اهو. بص كده، يعني ده كده نازل اهو، ده موازي لده موازي لده موازي لده، كلهم متوازيين وموازيين للمحور الاصلي. يبقى المتوازيه والموازيه للمحور الاصلي. خلي بالك كده، خلي بالك يا صديقي. حلو كده، حلو. يبقى هم كلهم اتلاقوا في نقطه ايه؟ في نقطه واحده، فديت البؤره الاصليه. عندنا بعد كده بقى حاجه اسمها البعد البؤري. اخر حاجه معانا اسمها الايه؟ البعد البؤري. البعد الايه؟ البؤري. خلي بالك بقى كده يا صديقي، مش انت دلوقتي رسمت لي البؤره اهيت؟ على فكره البؤره بنرمز لها بالرمز ب. البؤره بنرمز لها بالرمز ايه؟ بالرمز ب. فالبؤره الاصليه بقى مالها يا صديقي؟ هي المسافه ما بين البؤره والقطب بتاع المرآة. يبقى دي كده اسمها الايه؟ البؤره يا صديقي. البؤره الايه يا صديقي؟ او البعد البؤري، معلش، البعد الايه؟ البعد البؤري. يبقى المسافه بين البؤره، المسافه بين البؤره وقطب الايه؟ وقطب المرآة. يبقى ده كده عباره عن الايه؟ عباره عن البعد البؤري. نفس الكلام هنا، المسافه بين البؤره وقطب المرآة. يبقى الجزء ده كده كله على بعضه كده ده البعد البؤري يا صديقي. يبقى احنا دلوقتي عندنا حاجه اسمها البعد البؤري، هو عباره عن المسافه بين البؤره ومين؟ وقطب المرآة، وقطب المرآة يا صديقي. حلو زي الفل. بعد كده في بس حته او سؤال عايز اقوله لك، بس هو ايه؟ بالظبط، هو المفروض هو مش هيكتبه هنا. تعالى بقى ناخده كده. لو انا قلت لك دلوقتي انا عايز اعرف حاجه اسمها النق. لو احنا جينا هنا بصينا كده وكملنا هنلاقي هنا المركز، هنلاقي هنا الايه؟ المركز. والمركز بنرمز له بالرمز مي. حلو. الفكره كلها ان المفروض المسافه ما بين قاف والمركز دي عباره عن الايه؟ عباره عن النق. خلي بالك بقى كده، نص البعد البؤري ده نص النق. اذا كده اقدر اقول ان المفروض كده يعني ان النق ده ضعف البعد البؤري. يعني المسافه دي قصدك ان هي قد المسافه دي؟ اذا كده لما اقول لك النق ده مش بيساوي كده 2 من البعد البؤري، ادي ده زائد ده. ايوه، يعني اقدر اقول لك ان النق نصف قطر تكور المرآة بيساوي ضعف البعد البؤري. ضعف البعد البؤري يعني بيساوي ايه؟ 2 في البعد البؤري. بس كده، هي دي الفكره. يبقى الفكره ان النق بتساوي ضعف البعد البؤري. يعني ده قد ده، يبقى كل ده نق، يبقى ده نص الايه؟ ده نص النق كلها يا صديقي. حلو. بعد كده خلي بالك بقى كده، بيقول لك ايه؟ نصف قطر تقور مرآة كرية 10 سم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك انا بقول لك نق نصف قطر، فبقول لك هو المستقيم. نق هو المستقيم الواصل بين المركز واي نقطه على سطحها العاكس. واي نقطه على سطحها العاكس مش هتفرق معايا، واي نقطه على سطحها العاكس بتساوي كام؟ خلي بالك بقى كده، هو المستقيم او المسافه بين المركز واي نقطه على سطحها العاكس بتساوي كام؟ بتساوي 10 سم. او المستقيم من اول المركز، بلاش نقول مستقيم، هو الخط الواصل بين المركز وقطبها 10 سم، او المسافه بين المركز والقطب 10 سم. ما عنديش مشكله، زي الفل. قال لك البعد لمرآة مقعرة بيساوي 5 سم. معنى ذلك ان المسافه بين البؤره وقطب المرآة بيساوي كام سم؟ بيساوي 5 سم. حلو. البؤره الاصليه للمرآة المقعره والبؤره الاصليه للمرآة المحدبه. هي البؤره الاصليه لما في المرآة المقعره نشأت من تلاقي الاشعه الضوئيه المنعكسه، ولا الاشعه الضوئيه اللي هي امتدادها؟ لا، نشأت من تلاقي تنشأ من تلاقي الاشعه. نشأت من تلاقي الايه؟ الاشعه المنعكسه. الاشعه الايه؟ المنعكسه. انما هنا بقى لا، البؤره الاصليه للمرآة المحدبه مالها؟ تنشأ من تلاقي امتداداتها. امتدادات الاشعه. امتدادات الايه؟ امتدادات الاشعه. دي اول حاجه. حلو. طيب بس ثواني، بس هو مش من تلاقي، يعني هي المفروض نقطه او الجسم، معلش، يعني دي برضو مش هتبقى مظبوطه قوي. خلينا نقول ان هي بتكون امام او خلف المرآة وخلاص. هنا هتكون ايه؟ امام المرآة. ايوه، هنا امام المرآة. وهنا هتكون ايه؟ خلف المرآة. خلف الايه؟ خلف المرآة. حلو كده؟ حلو. طيب بعد كده لو دخلنا على، بيقول لك ايه؟ العلاقه بين نصف قطر تقور المرآة والبعد البؤري. ما انا لسه قايلها لك العلاقه. قال لك ان النق بتساوي الاثنين في عين. ايه ده؟ النق بتساوي 2 في عين؟ ما هو النق يعني النصف القطر بيساوي 2 في
في عين اللي هو البعد البؤري. يبقى انا دلوقتي اقدر اقول لك ان انا عندي شويه رموز حلوين حلوين. عين ده يعني البعد البؤري، عين يعني البعد البؤري، النق يعني نصف القطر، النق يعني نصف القطر، الميم يعني المركز، الميم يعني المركز، خلي بالك الميم يعني المركز. حلو حلو. ميم قاف ميم قاف ميم قاف، ده كده انت من المركز للقطب، يبقى انت كده بتتكلم على مين؟ يبقى انت كده بتتكلم على المحور الاصلي. ميم قاف يبقى المحور الاصلي، ميم واي حاجه ثانيه يبقى مش محور اصلي، يبقى محور ثانوي. حلو حلو زي الفل. بعد كده بيقول لك ايه؟ مرآة مقعره بعدها البؤري 7 سم، احسب نصف القطر. بس النق بيساوي ايه؟ النق بيساوي 2 في عين، يبقى 2 في 7 بيساوي 14 سم. 14 ايه؟ 14 سم. طب بيقول لك بقى احسب البعد البؤري لمرآة نصف قطر تقورها 30 سم. خلاص سهله وبسيطه. مرآة عايز مين؟ عايز العين، يبقى نق على الاثنين، يبقى بتساوي كده العين بتساوي نق على الاثنين بتساوي 30 على الاثنين هتساوي 15 سم. وشكرا كده. يبقى انت كده حليت المساله بكل سهوله بكل بساطه. حلو جدا. اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك قواعد تحديد انعكاس الشعاع الضوئي الساقط على المرآة المقعرة. جايب لك طبعا شعاع ضوئي ساقط وشعاع ضوئي منعكس. انا عندي 3 حاجات، عندي 3 مسائل او عندي 3 اشكال. لو الشعاع سقط موازي للمحور الاصلي، يعني انا عندي المحور الاصلي ما هو المستقيم المر ما بين المركز والايه والقطب، فهو سقط موازي للمحور الاصلي، فنبص على الانعكاس بتاعه. لما سقط موازي انعكس مر بالبؤره. انعكس ايه؟ انعكس مر بالبؤره. خلي بالك بقى، لما سقط موازي انعكس مر بالبؤره، يبقى ده اول حاجه. يبقى سقط موازي للمحور الاصلي. هنا كده كان ساقط ايه؟ موازي للمحور الاصلي. لما سقط موازي للمحور الاصلي فالشعاع الضوئي المنعكس ينعكس مر بالبؤره، يبقى ينعكس ماله؟ مار بالبؤره. في اي مشكله؟ مفيش اي مشكله. انا كنت نازل الضوء لو جاي عليا كده هينزل كده مثلا، لو جه عليا كده على جسم سطح عكس هينعكس ايه؟ مر بالبؤره. طب لما جه من فوق كده هو جالي كده فانعكس، بص هو جالي كده فانعكس عليك كده، جالي كده فانعكس عليك انت كده، اهو نفس الفكره. لما جالي بزاويه من فوق كده، لما جالي مر بالبؤره من فوق جالي زي مر بالبؤره انعكس موازي، يبقى لما اجي بص هو موازي فينعكس مار. طب لو هو مار بالبؤره اللي هو الشعاع الساقط يبقى ينعكس موازي، يبقى ينعكس ماله؟ ينعكس موازي للمحور الاصلي. حلو كده زي الفل. طب خلي بالك بقى كده، لو مر بالمركز عشان ممكن ما تاخدش بالك منها، مر بالمركز ايه اللي هيحصل بقى؟ لما يمر بالمركز بالشكل ده كده فهيرتد على نفسه، لان زاويه السقوط هتساوي زاويه الانعكاس هيساوي 0. يبقى لما يبقى نازل بقى مر بالمركز ايه اللي هيحصل؟ هينعكس على نفسه، ينعكس على نفسه او يرتد على نفسه. ليه بقى؟ ليه بيرتد على نفسه؟ لان زاويه السقوط مالها؟ بتساوي زاويه الانعكاس بتساوي ايه؟ بتساوي 0. يبقى السقوط زاويه السقوط بتساوي الانعكاس بتساوي ايه؟ الانعكاس بتساوي ايه؟ بتساوي 0. شكرا كده. يبقى دي الفكره كلها بتاعت قواعد تحديد الاتجاه بتاع الانعكاس. لو نازل كده يرتد بميل، نازل موازي يرتد بميل، ساقط بميل يرتد موازي، ساقط مر بالمركز هنا كان بالبؤرات، مر بالمركز يرتد على نفسه لان زاويه السقوط هتساوي زاويه الانعكاس. العلم والتكنولوجيا. وندخل على عمنا ارشميدس كان في الحرب فقال لك ايه؟ قال لك احنا في عرض البحر، يا نموتهم يا يموتونا، فقال لك نعمل ايه؟ قال لك قعد يفكر فطلع مرايه من معاه، فطلع مرآة مقعره. ركز استخدم هنا مرآة مقعره اهي، يبقى دي حته مهمه وفي ناس كتير ما بتاخدش بالها منها. مرآة مقعره. لما جاب المرآة المقعره عمل ايه؟ مش انا لسه مديك 3 حالات قلت لك لو مر بالبؤره لو الشعاع نازل موازي ينزل ايه؟ ينعكس مار بميل كده مار. طب لو نزل مر بالبؤره ينعكس موازي، وهو ده اللي هو استخدمه الراجل ده. الراجل عمل ايه؟ رايح جايب لك كده مرايه مقعره بالشكل ده،
فالشعاع جاي من الشمس فاكيد جاي يمر بالبقره. بص جاي بميل اهو صح، فجاء كده فانعكس كده، جاء كده فانعكس كده، فانعكس على الشراع بتاع السفن. يبقى هو لما نزل كده انعكس جه على الشراع بتاع السفن، جم رايحين مولع فيهم يا صديقي، وجم ميتين الناس دي كلها، وهم كده كسبوا الحرب. طب اشمعنى استخدمنا المرآة المقعرة لتوليد حرارة شديدة؟ لان هي بتجمع الاشعة الضوئية الساقطة عليها. الشعاع سقط عليها بالشكل ده كده بميل، فارتد كده فجمعتهم في نقطة واحدة، لان هم هيتجمعوا في البؤرة. هيتجمعوا في ايه؟ في النقطة واحدة، في بؤرة واحدة، في بؤرة أصلية. فيبقى هي بنستخدمها عشان نولد حرارة، لأن هي مش هتفرق الأشعة، ده هتجمع الأشعة. تعرف لو احنا كنا استخدمنا المرآة المحدبة كانت ولعت فينا احنا، لأن هي هتنشأ خلف المرآة، احنا عايزين أمام، فالأمام ده جابت السفن اللي قدامنا. طب لو خلف كانت جابت السفن بتاعتنا احنا وموتتنا احنا. فأرشميدس برضه كان ذكي، ما كانش غبي يعني يا صديقي. حلو قوي كده، كده خلصنا من الحتة دي. اللي بعده يا صديقي بيقول لك ايه؟ بيقول لك خطوات تحديد خواص الصور المتكونه بالمرآة المقعرة. طب خلي بالك بقى كده. اولا الفكره كلها، انا هقول لك حاجه. في صفحه بتاعه تجارب انا مش هشتغل عليها، انا بس عايزك تاخد بالك من الحاجات دي. وانت في الامتحان ازاي ترسم الرسمه. انا ما اعرفش الفيديو بقى قد ايه، والفيديو ده ممكن يكون كبير جدا، انا ماليش دعوه، مش هنتكلم بقى عن الفيديو هيبقى قد ايه. ممكن يكونوا قسموه، لو قسموه على جزئين، بس انا اعتقد ان هو هينزل فيديو واحد وانت تسمعه براحتك. بص يا صديقي، اولا انا هرسم مرآة مقعره صح؟ ايوه، بص كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي المرآة المقعره اهي. حلو زي الفل. ارسم لي بقى القاف. ادي القاف يا مستر اهيت، القاف اهيت، وادي المركز اهوت يا مستر، وادي النقطه اهي، ادي المركز اهوت، وادي البؤره يا مستر في منتصف المسافه ما بين المركز والقاف، لان هي بتساوي ضعفه. يبقى ادي البؤره يا مستر، ادي الايه؟ ادي البؤره اهي. حلو كده، ادي البؤره. حلو. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ما ترسم يلا الخط ده او المستقيم اللي هو الاصلي، المحور الاصلي. ادي المحور الاصلي، انا عارف ان هو هيجي معقد. ادي المحور الايه؟ ادي المحور الاصلي يا صديقي. حلو اهو بالشكل ده كده، ادي المحور الاصلي. ماله بقى المحور الاصلي؟ هو المستقيم المار بالمركز وقطب المرآة. حلو، خلي بالك انت عندك طبعا ممكن نزود شويه كمان، يعني احنا ممكن نزود عن ده كمان شويه. طب ليه؟ هفهمك دلوقتي. بص بقى، بيبدا يحط لك الجسم، ممكن يحط لك الجسم على بعد، خلي بالك بقى كده، ده اسمه البعد البؤري. يبقى المنطقه دي كده اسمها البعد البؤري، دي عين كده، خلي بالك بقى كده، ديت قد دي بالظبط كده. فاحنا ممكن نقول ان من اول المنطقه دي لحد، خلي بالك بقى كده، لحد المنطقه دي كده، مش ده بعد بؤري وده قد البعد البؤري؟ مش انا ممكن اقول 2 عين يعني ضعف البعد البؤري؟ ايوه، وده اللي احنا بنستخدمه. ما بنقولش بقى عند المركز، احنا بنقول على بعد، على بعد اكبر من ايه؟ من ضعف البعد البؤري، ضعف البعد البؤري. خلي بالك بقى كده. يجي الجسم بقى، بص ركز، يحط لك الجسم هنا. طب ما هو معنى هنا ده ان هو فين؟ ده البعد البؤري وده ضعف البعد البؤري، فهو على بعد اكبر من ضعف البعد البؤري. ادي اول حاله. خلي بالك في حاله زي الشمس بتيجي من بعيد قوي 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 قوي، فدي جايه من نقطه بعيده جدا 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 جدا، فجايه علينا. ادي اول حاله، يبقى الجسم بعيد جدا، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، الجسم على بعد اكبر من ضعف ادي الضعف اهو، هو اكبر من الضعف البعد البؤري. الحاجه الثانيه، ممكن يكون على بعد بيساوي البعد البؤري، ضعف البعد البؤري. يبقى الحاله الثالثه، ممكن على بعد ما بين البؤره والمركز، يبقى على بعد اكبر من البعد البؤري واقل من ضعف البعد البؤري. يبقى الحاله الرابعه، ممكن يكون على البؤره بالظبط، دي الحاله الخامسه، ممكن يكون على بعد اقل، ده البعد البؤري هو اقل من البعد البؤري. يبقى انا عندي كام حاله؟ تقريبا كده يا صديقي 6 حالات. الجسم بعيد جدا، ادي اول حاله. الحاله الثانيه على بعد بيساوي، لا مش بيساوي، على بعد اكبر من ضعف البعد البؤري، ثم على بعد بيساوي ضعف البعد البؤري، ثم على بعد ما بين البؤره والمركز، ثم على بعد بيساوي البعد البؤري 5، ثم على بعد اقل من البعد البؤري رقم 6. ده كده في المرآة المقعرة بس، انا اتكلمت في كل الحالات بتاعتها. طب تعالى بقى كده، اول حاجه لازم تفكر فيها، طبعا انا عامل لك في كل واحده حاله يا صديقي، عامل لك في كل رسمه ايه؟ في كل رسمه حاله. انا هنا الموضع الجسم خلي بالك بقى كده بعيد جدا، الجسم ايه؟ بعيد جدا. زي مين مثلا كده يا صديقي؟ زي الشمس. فالشمس دلوقتي يا صديقي الاشعه بتاعتها جايه من بعيد جدا، فهي لما تيجي جايه متوازيه، الاشعه جايه من الشمس متوازيه يا صديقي، فلما تيجي متوازيه جايه متوازيه فهترتد كده يا صديقي، او هتنعكس كده يا صديقي مره بالبؤره. ما هو جاي متوازي، ما انت عارف بقى اللي بيجي متوازي بينعكس،
جاي متوازي بينعكس مر بالبؤره اهو، هينزل كده نفس الكلام اهو، جاي متوازي هينعكس مر بالبؤره، جاي متوازي هينعكس مر بالبؤره. طب لو جاي في نفس النقطه يرتد على نفسه. طب جاي متوازي ينعكس يمر بالبؤره يا صديقي. حلو، فكلهم مروا بالبؤره. ايه ده؟ موضع الصوره على بعد بيساوي البعد البؤري. خلي بالك بقى كده، البعد البؤري هقول كده على بعد يساوي البعد البؤري، على بعد يساوي الايه؟ البعد البؤري. السؤال بقى، انت لما بتشوف الشمس بتشوفها ايه؟ نقطة صغيرة جدا مصغرة جدا. يبقى اول حاجة كده هي حقيقية، هي حقيقية، انا شايفها حقيقي يعني حقيقية مش تقديرية، وبتكون مصغرة جدا. طب سؤال بس الاول، هي حقيقية ليه؟ لان هي لما نشأت من تلاقي الاشعة ولا امتداداتها؟ لا، نشأت من تلاقي الأشعة. حلو، يبقى هي كده إذا حقيقية. يبقى تنشأ من تلاقي الأشعة الضوئية الساقطة عليها، إذا هي كده حقيقية. طب امتداداتها؟ لا، تبقى كده تقديرية. وأقول لك على حاجة، كل المقعرة أو معظم المقعر حقيقي، معظمه مش كله، هنشوف دلوقتي. طيب حلو، يبقى الجسم جاي بعيد جدا جدا جدا، فالصورة تكون على بعد بيساوي البعد البؤري بالظبط. حلو. طيب الخواص بتاعت الصورة، أول حاجة بتكون حقيقية، تاني حاجة بتكون مصغرة جدا. اللي بعده، لا خلي بالك طبعا. انت هتقول لي يا مستر هو هنا الرسمه مرسومه، طب انا عايز ارسم يا مستر. تعالى ما اقول لك الرسم ازاي. هنرسم مع بعض، انا ما عنديش مشكله والله. تعالى نفس الرسمه دي هرسم لك نفس الرسمه. ادي بالنسبه لي المرآه المقعره اهي. حلو، وادي عندي المحور الاصلي اهو. خلي بالك بقى كده، انا هحط الجسم بقى، هبدا احرك الجسم على بعد. اولا هنا ده القاف، اول حاجه لازم تفكر فيها. خلي بالك، مش انا قلت لك ان سطح المرايه عشان نعرف نفرقه نحط كده الخطوط الشرط اهو؟ فانا هحط لك الشرط هنا، اوعى تنسى الشرط دي اهو، اوعى تنسى الشرط. ادي الشرط اهي. بعد كده هترسم لي هنا الباء عشان ده كده البعد البؤري، ده اهم حاجه. بعد كده تيجي رايح راسم لي هنا المركز، يبقى ده كده المركز. حلو، فانا هحط الجسم، قلت لك الحاله الثانيه على بعد اكبر من ضعف البعد البؤري، فانا حطيت الجسم هنا كده. في اي مشكله؟ لا، هو كده كبير جدا، فخلي الجسم يعني بالشكل ده كفايه اهو. الجسم على بعد بيساوي ايه؟ ضعف البعد البؤري، اكبر من الضعف. ادي الضعف اهو، هو اكبر من ضعف البعد البؤري. حلو، ايه اللي هيحصل بقى؟ الاشعه مالها؟ بتسقط على المرآه المقعره. ثم خلي بالك بقى كده، ثم ايه اللي هيحصل لها؟ هتنعكس. بص بقى كده، لما تنعكس اهم حاجه هتمر بالبؤره الاصليه، هتنعكس مره بالبؤره. في اي مشكله؟ لا. انت كده نزلت الشعاع الاولاني. مش انت عارف يا صديقي ان الاشعه يا اما بتسقط متوازيه فتنعكس مره بالبؤره، او تسقط مره بالبؤره ثم تنعكس متوازيه؟ هي دي الفكره. يبقى تسقط بقى مره بالبؤره. يبقى بص، لو سقط مره بالبؤره، طبعا احنا عايزين نظبطها كده يا صديقي اهيت اهو، سقط مره بالبؤره يا صديقي، ثم ينعكس ماله بقى؟ بص كده، ينعكس بالشكل ده يا صديقي. خلي بالك بقى كده، ايه ده؟ هما الاثنين اتجمعوا وتلاقوا في نقطه واحده، اللي هي بقى النقطه دي مكانها فين؟ تعال نفكر يا عم الحاج، انت جسمك كان فين؟ انت جسمك كان هنا. خلي بالك بقى كده الجسم عامل ازاي؟ بص كده على الجسم عامل ازاي؟ صغنن صح؟ لو انت خدت بالك يعني. الصوره سهمها لفوق، الجسم قصدي سهمها لفوق، والجسم او الجسم ده الجسم، ودي الصوره. طبعا انا عايز امسح دي بس مش هينفع يمسحها لي. انا عارف هو هيبوظ الرسم، انا عارف اهو. ماشي، وادي ده كده اهوت، وبعد كده ده كده اهو. حلو كده، حلو. ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل، هات لي الاخضر. خلي بالك بقى كده، ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ان انت عندك هنا هتكون الصوره. خلي بالك بقى، اول غلطه لما تعمل السهم هنا لتحت وتعمل السهم هنا لفوق، راس السهم لفوق. ما تعملهوليش كده، ما تعمليش مثلا كده، لا غلط. اعمل لي السهم لتحت عشان ابقى عارف ان الجسم لتحت. لان لما اقول لك خواص الصوره هتقول ان هو مقلوب مش معتدل، مقلوب الجسم. ده اول حاجه. تاني حاجه، الجسم هنا موضوع فين؟ على بعد اكبر من ضعف البعد البؤري. هنا بقى لما تكون ما بين البؤره، ما بين المركز والبؤره، ما بين البؤره والايه والمركز، يبقى هو على بعد اكبر من البؤره او اكبر من البعد البؤري واقل من ضعف البعد البؤري. هي دي الفكره كلها. يبقى دلوقتي يا صديقي ديت الفكره بتاعت الايه؟ ديت الفكره بتاعت المساله اللي قدامك دي. طب ما تيجي نحذف الرسمه ونبص على الرسمه دي وبعد كده نحل يا صديقي. خلي بالك بقى كده، واهم حاجه برضو تركز لي على الاسهم يا صديقي. حلو، بص كده. اولا لو احنا دلوقتي مسحنا بس الجزء ده عشان نكتب الخصائص بتاعت الصورة وموضع الصورة اللي هيتكون. أولا موضع الجسم كان على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري. أكبر من إيه؟ من ضعف البعد
البعد البؤري. يعني ايه؟ ادي البعد البؤري اهوت، ثواني بقى كده، على بعد اكبر من الضعف. ادي البعد البؤري اهو وادي ضعفه اهو، فهو الجسم كان على بعد اكبر من الضعف البعد البؤري، والسهم الفوق بتاع الجسم. حلو، حط الاشعه نزلت سقطت. اهم حاجه كان عامل الايه؟ شايف الاسهم ماشيه كده ثم ماشي كده نزل، بعد كده نفس الكلام ماشي كده وبعد كده راجع كده. المهم ان هم تلاقوا في النقطه دي. لو انت جيت قست المفروض هتلاقي ده كده اصغر من الجسم، يعني الصوره اصغر من الجسم. يعني انا لما اجي اقول لك خواص الصوره، ثواني سؤال، تلاقي الاشعه ولا امتدادها؟ هل ورا ولا قدام؟ قدام، يبقى حقيقيه لان هو تلاقي الاشعه حقيقيه. طيب السؤال الثاني، هل هي مقلوبه ولا معتدله؟ لا ده متشقلبه اهي، كان راسه لفوق بقى راسه لتحت، كان راسه لفوق فوق بقت راسه لتحت، يبقى هي مقلوبه. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه، هل هي دلوقتي مكبره ولا مصغره؟ لا ده الجسم كان كبير بقت صغيره، يبقى الصوره مالها مصغره. طب حلو، مش انت قلت لي موضع الجسم؟ طب ما تقول موضع الصوره على بعد، على بعد، طبعا خلي بالك بقى كده، او هي تقع بين، بص كده، بين مش على بعد بقى، بين البؤره والمركز، بين البؤره ايه والمركز. او انا كنت عايز اقول حاجه تانية بقى، ايه هي؟ خلي بالك، على بعد اكبر لازم تقول اكبر من البعد البؤري اهو، شوف اكبر من البعد البؤري، اكبر من البعد البؤري واقل من، خلي بالك بقى كده، واقل من ضعف البعد البؤري. واقل من ايه؟ من ضعف البعد البؤري، واقل من ضعف الايه؟ البعد البؤري. شكرا. يبقى انا قلت لك بالطريقتين يا صديقي، في اي مشكله معاك؟ مفيش اي مشكله. طيب اللي بعده بيقول لك ايه؟ يلا خلي بالك بقى كده، هنا على بعد بيساوي ضعف البعد البؤري بالظبط، وخلي بالك هتنزل الاشعه الضوئيه الساقطه بالشكل ده كده، تسقط وتنزل تتجمع، هيتجمعوا في البؤره هم. حلو، ثواني، مش هيتجمعوا في البؤره يعني هينزلوا في البؤره، ودي هتنزل برضو بنفس الفكره اهو، لازم تمر بالبؤره. حلو، بعد كده يرجعوا يتجمعوا. لما جينا بصينا على اللي اتجمع، انت كجسم كنت فين؟ كنت على بعد بيساوي ضعف البعد البؤري، يبقى هنا برضو اهو موضع الجسم على بعد يساوي ضعف البعد البؤري. على بعد يساوي ايه؟ ضعف البعد البؤري. طب تيجي بقى تشوف موضع الصورة على بعد، خلي بالك يا صديقي، على بعد برضه خلي بالك يساوي ضعف البعد البؤري. ما هو انت شفت اهوت يا صديقي، ما هو انت لما تنزلها كده على بعد بيساوي ضعفه، خلي بالك، فهي نزلت برضه على يساوي ضعفه. طب لو انت خدت بالك من الجسم ده لفوق وده لتحت، بس الصوره والجسم هل الاثنين قد بعض؟ الاثنين مساويين لبعض. يعني كده اقدر اقول ان الصوره مالها مساويه للجسم، مساويه للجسم. طب السؤال الثاني او الاولاني، هل هي حقيقيه ولا تقديريه؟ حقيقيه طبعا بالتاكيد، حقيقيه. طب ليه حقيقيه؟ لان هي بتنشا من تلاقي الاشعه الضوئيه الساقطه. طب هل هي يا صديقي، خلي بالك بقى، معتدله ولا مقلوبه؟ مقلوبه يا صديقي، دايما مقلوبات يا صديقي، مقلوبه. في اي مشكله؟ هل تقدر ترسم الرسمه بتاعتها زي ما رسمت الرسمه اللي فوق؟ تقدر تشوف التفاصيل والجسم اللي فوق وديالة السهم لتحت والحاجات دي كلها، والشعاع ساقط موازي ثم ينزل بميل، بعد كده او ساقط بميل وينزل موازي. المهم في الحالتين بيمر بالبؤره الاصليه يا صديقي، مره وهو نازل، مره وهو منعكس، مره وهو ساقط، مره وهو منعكس. حلو. اللي بعد كده بقى، لو حطينا على بعد، احنا نازلين يا صديقي، خلي بالك بقى كده، لو قلنا ان هو على بعد بيساوي ايه؟ خلاص بقى يا صديقي، على بعد ماله بقى؟ على بعد بيساوي طبعا، خلي بالك، على بعد اقل من ضعف البعد البؤري واكبر من البعد البؤري. يعني على بعد، بص، اكبر من البعد واقل من ضعف البعد، يبقى الجسم على بعد اكبر من البعد البؤري واقل من ضعف البعد البؤري، واقل من ايه؟ من ضعف البعد البؤري. حلو قوي.
طيب خلي بالك يا صديقي، اولا الفكره كلها ان الجسم على بعد اكبر من البعد البؤري واقل من ضعف البعد البؤري. ايه اللي حصل بقى؟ خلي بالك الجسم لفوق، فالصوره لما اتكونت ونزلنا الشعاع بالشكل ده ورجع سقط بالشكل ده، او نزلنا الشعاع بالشكل ده ورجع ارتد بالشكل ده يا صديقي، فهم اتكونوا في نقطه. خلي بالك بقى كده، لقينا النقطه اللي اتكونوا فيها على بعد اكبر من ضعف البعد البؤري، يبقى على بعد اكبر من ضعف البعد البؤري، اكبر من ضعف البعد البؤري. خلي بالك بقى، خلي بالك انت اولا انت ترسم الكلام ده في الامتحان. يعني هو هيجي لك مثلا الحته دي كده يقول لك على بعد اكبر من البعد البؤري واقل من ضعف البعد البؤري، زي ما رسمت اول واحده وفهمتك ان انت هترسم ده وترسم القاف وتعمل لي الشكل ده كده وتعمل لي المحور الاصلي، وبعدين تعمل لي الجسم لفوق سهمه لفوق، وبعدين تنزل شعاع بالشكل ده مر بالبؤره وتنزله بميل مر بالبؤره، وتشوف في الاخر بقى هيتجمعوا فين. انت لو راسم مسافاتك مظبوطه وراسم ارقامك مظبوطه وكل حاجتك مظبوطه هيبقى الدنيا بتاعتك مظبوطه. ايه ده؟ ما هو هيقول لك ان البعد البؤري مثلا برقم، فانت هتحسبها لي بالارقام مش بالبركه كده وخلاص، لا هتحط لي ارقام بالظبط، فلما تحط ارقام هتطلع معاك مظبوطه. طب لو انت اشتغلت بالبركه كده يا صديقي ممكن تطلعها خطا، بس برضه في نسبه كبيره هتطلعها صح، بنسبه كبيره هتطلعها صح لو بترسم بمسطره والدنيا دي. طيب الصوره حقيقيه ولا تقديريه؟ حقيقيه، لان هي بتنشا من تلاقي الاشعه المنعكسه. حلو، خلي بالك بقى كده الجسم ده الجسم كان قد كده. حلو، الصوره انت حاسس ان هي كبيره واهم حاجه ان هي لتحت، يبقى هي مقلوبه بس مكبره، مقلوبه بس مكبره، مقلوبه بس ايه؟ بس مكبره. حلو كده، حلو، يبقى انت كبرتها يا صديقي. جميل جدا. ندخل على الجزء اللي بعده، بيقول لك خواص الصوره المتكونه بالمرآة المقعره، اللي هي حاله معينه. يعني ايه اللي حصل بقى؟ احنا حاطين الجسم على بعد بقى بيساوي مش ما بين البعد البؤري والضعف البعد البؤري، لا على البؤره بالظبط، يبقى على بعد بيساوي البعد البؤري، يبقى هو الجسم على بعد، خلي بالك بقى كده، على بعد بيساوي البعد البؤري. بس انا حاسس ان الرسمه دي فيها خطا. كده صح كده، ده كده عند وضع جسم امام مرآة على بعد بيساوي البعد البؤري، عند بؤرة المرآة به لا تتكون صورة له. فعلا مش هتكون صورة، دي المفروض الحالة الخامسة، هي خطأ بس من اللي بيكتبوا الفايل ده. يعني هو دلوقتي انا حطيته لك، بص بقى كده، حطيت لك الجسم هنا على بعد بيساوي البعد البؤري بالظبط. ايه اللي هيحصل يا باشا؟ مش انت بتطلع شعاعين؟ ايوه طلع يلا الاساس، ما هو البؤرة. قصدك ان البؤره اللي هم كانوا اصلا بيمروا بيها ما هي البؤره، طب هيمروا بمين؟ فخلاص مفيش تلاقي امتدادات الاشعه، مفيش لا الاشعه ولا امتداداتها، لانه هيسقط كده. حلو، وهينزل مر بالبؤره. حلو، ارجع بقى حلني على ما تلاقيني هنا ولا تلاقيني هنا. طب ده هو نازل كده مر بالمركز، ما هو ملوش حل تاني. يعني اللي مايل ده كده اللي ماشي كده، اللي جاي كده فيرتد بميل مر بالبؤره. طب فين بقى اللي هيجي كده؟ مش لاقي مكان يجي فيه، فمر بمين بقى؟ فجه مر بالمركز، كان نازل كده فمر بالمركز. يعني انت مطلعه كده اهوت، فانت مطلعه مثلا من هنا، فانت طلعته راح هناك، فارتد كده فمر بالمركز. وانت طبعا عارف من الحاله الثالثه ان اللي كان بيمر بالمركز، خلي بالك افكرك ان كنت ناسي، افكرك يا صديقي، انت واخد الثلاث حالات يا صديقي، وانا قلت لك ان الحاله الثالثه ان اللي هيمر بالمركز هيرتد على نفسه او هينعكس على نفسه، لان زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس بتساوي صفر. اذا كده الاشعه الى ما لا نهايه يا صديقي. يبقى اذا كده لو احنا جينا هنا بقى وشفناه هنلاقيه ما لا نهايه، هنا ما لا نهايه وهنا ما لا نهايه. يبقى فعلا كده مش هتتكون صوره. ليه؟ لان الاشعه لا تتلاقى، لان الاشعه المنعكسه خلي بالك بقى كده، تكون الى ما لا نهايه، لا تتلاقى، ما لا نهايه، لا تتلاقى ابدا، سواء المنعكسه او امتداداتها. يعني الاشعه الضوئيه المنعكسه او حتى امتداداتها تقريبا، صح كده؟ حلو كده، حلو. طيب الحاله الاخيره بقى اللي هي الحاله رقم 6، ان انت دلوقتي حطيت جسم على بعد بقى، ما فاضلش غير اخر واحده، على بعد اقل من البعد البؤري. يعني البعد البؤري اهو انت حطيتها على بعد اقل من البعد البؤري، يبقى على بعد اقل من البعد البؤري، اقل من الايه؟ من البعد البؤري. حلو قوي كده. ايه اللي يحصل بقى؟
فلما تحطها كده انت عندك حاجتين، اول حاجه بتيجي رايح طالع للجسم كده وتيجي رايح نازل موازي وتمر بالبؤره، ادي اول حاجه. فهو برده ما لا نهايه، بس ليه ايه؟ ليه امتدادات اهو، الامتدادات بتاعته اهي مالناش دعوه. طيب يلا بقى مرره لي، خلي بالك بقى كده، يلا بقى مرره لي بالشكل ده، بص بص كده اهو مررته لك بالشكل ده، ومره طبعا هو كده هيروح اهو ماشي 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 الى ما لا نهايه. هل هيتقابلوا ولا بيتباعدوا؟ ده كل ما بينزلوا كل ما بيتباعدوا. طب بص ارجع بقى يلا، انت كده وانت نازل كده وانت نازل كده، طب انت ارجع ارتد كده وانت ارجع بالشكل ده الامتداد بتاعتك، فجمعنا الامتدادات لقيناها مظبوطه. حد هيقول لي بقى فزلوكه يقول لي ايه؟ طب ما انت ما عملتش الكلام ده هنا ليه؟ يا حبيب قلبي ما هو ده كده ماشي وده كده موازيين لبعض بالظبط، مفيش ميل، ما كانش فيه ميل، ما كانش فيه الكيرف. انت دلوقتي خط كده خط كده، خطان متوازيان لا يتقابلان. انما لو انت جبت لي الكيرف صغنون، يعني لو جبت لي بقول لك الزاويه كده كده، فكده في نسبه كبيره ان هم يقربوا من بعض. يعني انت ماشي كده بص بص، هو من ورا جاي كبير بعيد بعيد، بس هو من قدام بيتلاقوا في نقطه واحده. فهو ده اللي حصل هنا، ان هم تلاقوا في نقطه الايه؟ تلاقي امتدادات الاشعه. يبقى موضع الصوره ادي المرآة، ادي امام المرآة، خلي بالك بقى، هل هي قدام المرآة؟ خلف المرآة، اول حاجة خلف المرآة. والاول مرة اقول لك ان في المرآة المقعرة بتتكون صورة تقديرية، لان انت عارف التقديرية هي صورة لا يمكن استقبالها على حائل، تنشأ من تلاقي امتدادات الاشعة المنعكسة مش الاشعة نفسها، تلاقي الامتدادات. حلو، يبقى هو الجسم كان على بعد اقل من البعد البؤري والصوره بتكون خلف المرآه. طب صوره مكبره ولا مصغره؟ يا عم انت كنت حاطط لي الجسم صغنون والصوره بقت كبيره، يبقى صوره مكبره. والاول مره الصوره تكون معتدله، يعني راسها لفوق. ايه ده؟ ايوه فعلا صوره معتدله. صورة ايه؟ صورة معتدلة. يبقى الأول مرة في المرآة المقعرة لما الجسم يكون موضوع على بعد أقل من البعد البؤري تكون الصورة تقديرية وتكون الصورة معتدلة، دي الأول مرة. طب المكبرة في حالتين الصورة فيها مكبرة، لما كانت كده ولما كانت كده يا صديقي. لما أنت كنت حاططها على بعد أكبر، الجسم على بعد أكبر من البعد البؤري وأقل من ضعف البعد البؤري ما بين البنين، ولما رجعت بقى قللتها كمان ما بين المفروض القطب والبعد والبؤره، يعني حاططها في النص ما بينهم هما الاثنين كده تقريبا، مش لازم في النص، المهم ان هي تبقى ما بينهم عموما يعني. طب جميل. بعد كده طبعا هو جاي يقارن ما بين الصوره الحقيقيه والصوره التقديريه. الصوره الحقيقيه صوره يمكن استقبالها على حائل، يمكن استقبالها على حائل، انما ديت حائل، انما ديت بقى لا يمكن استقبالها على حائل، يبقى ديت لا يمكن استقبالها على حائل. حلو، ديت بقى تنشأ من ايه؟ تلاقي الاشعه الضوئيه مش امتداداتها، تنشأ من تلاقي الاشعه الضوئيه المنعكسه، الاشعه المنعكسه. انما دي بقى تنشأ من ايه؟ من تلاقي الامتدادات، تلاقي ايه؟ امتدادات الاشعه الضوئيه المنعكسه. حلو قوي. طيب الصوره الحقيقيه خلي بالك بقى كده، الصوره الحقيقيه بتكون خلاص يعني بتكون قدام المرآه، امام المرآه، يبقى الصوره الحقيقيه امام المرآه. انما الصوره التقديريه خلي بالك بقى كده بتكون في المرآه المقعره، هي قدامها ولا خلفها؟ لا خلف الايه؟ خلف المرآه، خلف المرآه. حلو كده، في اي مشكله؟ مفيش اي مشكله. طيب انا بس لسه سيبك من استخداماتها دلوقتي، بس سيبك من كل ده، نخلص بس من الحته الاخيره دي. هندخل بقى هنا على المرآه المحدبه، ركز بقى معايا. المرآه المرآه المحدبه، انا بس قلت لك خلف المرآه المقعره عشان عايز اكد على الحته دي، والمرآه المحدبه كمان. تعال بقى نبص موضع الجسم، فين الجسم؟ مش دي المرآه المحدبه؟ ايوه اهي، ما هو ده قدامها يبقى امام اهو، يبقى الجسم موضوع امام المرآه. حلو، هتنزل الشعاع ده كده، لا ما تعمليش كده، ده البؤره بتبقى خلف المرآه، يعني البؤره اهي، فانت بتجي رايح عكسه بالشكل ده كده، فتلاقي بص ينشأ بالشكل ده كده اهو، بالشكل ده. حلو، يبقى كده هو مر بالبؤره، انعكس ومر بالبؤره ولا لا؟ ايوه، بس امتداداته، يبقى هو سقط كده ايوه، وهو ارتد كده، انعكس كده، بس ليه امتدادات اهي، امتداداته اهي، فالامتدادات تلاقت في النقطه دي كده، جت في النقطه دي بتاعت البؤره. طب لو احنا نزلناه بميل، خلي بالك بقى كده، الميل ده يروح فين؟ ما هو الميل ده مش هيروح للبؤره لانه هيبقى بعيد عن البؤره، فنوديه للمركز، فهو ارتد راح للمركز بالشكل ده. طب هو ما راحش للمركز ولا حاجه، هو راح للايه؟ للمرآه. فلما راح للمرآه
ما هو ما ينفعش، فراح للمركز بقى. يبقى هو فضل بقى ماشي للمركز بالشكل ده كده، يبقى ارتد على نفسه، يعني راح وارتد على نفسه، بس ليه امتدادات، امتداداته بالشكل، احنا عايزين نقطعه، عايزين نخلي البتاع صغنون كده، امتداداته بالشكل ده كده، راح لايه امتدادات، فتجمع عند الايه، وصل لحد المركز. طيب انت عارف بقى كده، لما جينا بصينا لقينا في نقطة تجمع او تلاقي لامتدادات الاشعة، تجمع او تلاقي امتدادات الاشعه، فالنقطه دي بقى كده الصوره اتكونت هنا في النقطه دي. يبقى نقطه التجمع او نقطه التلاقي اللي هي مين؟ اللي هي خلي بالك نقطه تجمع او تلاقي امتدادات الاشعه. طب هو فين الجسم؟ الجسم قدام المرآة، ما فيش بقى على بعد اكبر ولا على بعد اقل، لا الجسم امام المرآة اهو، موضع الجسم خلي بالك كده في المرآة المقعره، موضع الجسم امام المرآة. طيب موضع الصوره خلي بالك بقى كده خلف المرآة، أول حاجة خلف المرآة. حلو، فين بقى؟ بين البؤرة والقاف، بين البؤرة أو على بعد أقل من البعد البؤري، أو على بعد أقل من البعد البؤري، وخلصنا اللي هي بين البؤرة والقاف أو بين البؤرة والمرآة. حلو خالص. خواص الصورة، أولا هل هي صورة حقيقية ولا تقديرية؟ عارفين إن هي صورة تقديرية لأن هي تنشأ من تلاقي امتدادات الأشعة. إيه ده؟ يبقى إحنا كده عندنا اتنين صورتين تقديريتين. لما كان خلي بالك بص كده عليها، أنت مش واخد بالك، بص كده ركز يا صديقي، هو هنا الصورة اتكونت على بعد أقل من البعد البؤري، وهناك كان الجسم هو العكس بقى، كان على بعد الجسم هو اللي كان على بعد أقل من البعد البؤري، وهنا الصورة تقديريه وهنا الصوره معتدله، وهناك برضو الصوره كانت تقديريه وهناك برضو الصوره كانت معتدله، وهناك كانت الصوره مكبره وهنا برضو الصوره مكبره، يعني هنا تقديريه مكبره معتدله، لا ثواني مصغره، معلش لان ده الفرق الوحيد اللي ما بينهم، مصغره ماشي كده ومعتدله معلش هقول لك ليه مصغره، لان هي اهي الصوره اهي يا صديقي، مش دي الصوره، لا ده الجسم، فهي بتكون مصغره معلش. طيب يبقى دلوقتي خلي بالك، يبقى الفرق ما بينهم، تعال نعمل مقارنه. هناك كان الجسم قدام المرآة عادي، هنا الجسم خلف المرآة. في المرآة يعني انا عايز ورقه بيضاء، يا ريت يسيبوا لي ورقه بيضاء يا رب. اهو تعالى بص اهو الحاله التقديريه في المقعره والتقديريه في المحدبه، لان دي خلي بالك اللي هتلخبطك اصلا، يعني انا جاي اعملها لك عشان دي اللي هتلخبطك. هناك لما حطينا كده بالشكل ده كده، فالمفروض الجسم قدام المرآة والصوره اتكونت خلف المرآة بقت بالشكل ده كده. هنا بقى لما حطينا بقى بالشكل ده كده، فهنا الجسم كان قدام المرآة، هنا الجسم كان قدام المرآة، الجسم كان اللي قدام المرآة والصوره اتكونت خلف المرآة، يبقى ده كده خلف، يبقى الصوره اتكونت خلف، الصورة خلف المرآة. هنا الصورة أمام الصورة أمام ولا خلف؟ لا ثواني بس كده، الصورة خلف المرآة، أيوه. طيب وهنا برضو الصورة خلف المرآة، يبقى ده مميز ما بينهم، ده الصورة خلف برضو أهو. حلو. طيب بعد كده لو جينا اتكلمنا، احنا بنحاول نقارن الصورة مكبرة هنا مصغرة، يبقى الصورة هنا مكبرة، لا هنا مصغرة. حلو، ده فرق تاني. طب لو جينا شفنا الفرق التالت، لو انا قلت لك مثلا ان الصورة نفسها هنا فين؟ على بعد اقل من البعد البؤري، على بعد اقل من البعد البؤري. امال مين بقى اقل من البعد البؤري؟ امال مين اللي هنا اقل من البعد البؤري؟ الجسم هو اللي على بعد اقل من البعد البؤري، هنا الجسم على بعد اقل من البعد البؤري، على بعد اقل من ايه؟ على بعد اقل من البعد البؤري. حلو. طيب تنشأ من تلاقي الامتدادات، معتدله، يعني الاثنين معتدلين، معتدله. شكرا كده، ده كده المقارنه ما بينهم، كل الحاجات اللي انت محتاجها. خد سكرين يا صديقي عشان هنمسح الكلام ده، او مش هنحتاجه، كده هنقول الكلمتين دول على السريع. حلو قوي كده، يبقى انا كده خلصت الفكره كلها بتاعتي يا صديقي. اتمنى تكون يا صديقي فهمت الجزء ده، اللي باقي كله بقى كلام سهل. هنبدا ان احنا نقول الاستخدامات بتاعت الحاجه دي يا صديقي.
نبص بس كده يا صديقي، هي خلاص والله يا صديقي هي هانت تمام. اللي فاضل يعني قليل، انا ما اعرفش احنا بقالنا قد ايه، بس تقريبا بقالنا وقت كبير جدا صراحه تمام. ما اعرفش، وان كان المحاضره دي هتنزل على محاضره او محاضرتين الله اعلم، وغالبا هتبقى مره واحده. انا دلوقتي اول حاجه كده جايب لك السياره، فكشافات الجيب بتاعت كشافات السياره، فانا بستخدم كشافات السياره ديت عشان اناره الطريق. فطبعا انت بتستخدم يا صديقي انعكاس الضوء اللي بيحصل ده ليه في كشافات السياره، بيعمل عكس للضوء كده، انعكاس للضوء. ما هو انت لما بتنور بتشوف اللي قدامك، يبقى انت بتشوف الطريق قدامك. هتلاقي معظم الكلام بتاع المرآة المقعرة الضوء، انك بتشوف بقى ايه. بص يا صديقي، يعني بص، ماشي على الارض، ماشي في البحر، ماشي في الشقه عندكم، الطيارات، السفن، اي حاجه، يبقى الجو، البر والجو والبحر، اي حته يا صديقي، اي حته، الشقه، الشارع، اي مكان هتشوف فيه. فتعالى بقى نفكر كده. اولا كشافات السيارات علشان اناره الطريق، او انت تشوف العربيه اللي قدامك فتضرب الضوء ينعكس عليك انت فانت تشوف العربيه، او ينعكس عليها فيرتد عليك انت تشوف بقى كده ان في عربيه. حلو. ده بقى كده التلسكوب عشان تقدر تشوف، يبقى انت بتشوف الفضاء كمان، يبقى التلسكوبات الفضائيه بتعكس الجسم اللي انت بتشوفه، ينعكس الضوء بتاعه عليك. حلو. تيجي بعد كده على الدكتور الاسنان، بتلاقيه ماسك المرآة كده. خلي بالك، مش انت محتاج هنا حاجه تكبر الحاجه، ايوه تكبرها، الحاجه التانيه تكون معتدله ما تكونش معكوسه. مين بيكبر ويكون معتدل؟ مين بيكبر عشان تحلق ويكون معتدل؟ هي حاله واحده يا صديقي، تعالى كده فكر فيها اهي، دي الحاله الوحيده اللي كانت بتكبر وتكون معتدله، ان الجسم يكون على بعد اقل من البعد البؤري. عشان كده انت بتكون قريب اصلا من الحاجه، فلما تكون قريب فالجسم يكون مكبر ويكون ايه، ويكون معتدله. دي لما تكون مرآة مقعرة، مش مرآة مستوية زي اللي عندك، مرآة مقعرة. فهو الدكتور اللي ما بيجيبش مراية ازاز عادية ويشوف فيها هتبقى معكوسة، فبيجيب مرآة مقعرة فيها كيرف كده، بتبقى مقعرة. فده كده عشان يقدر ان هي تكبر الصورة، هنا تقدر تحلق، هنا تقدر تشوف الاسنان. حلو. هنا بقى الايه اللي هو يعني عارف انت الطاقة الشمسية، ايوه، فالواحد الطاقة الشمسية يا صديقي، فالواحد عايز تجمع الاشعة الضوئية. ما هو الطاقة الشمسية، الواحد الطاقة الشمسية عايزة تجمع الطاقة الشمسية، افران شمسية بقى، الواحد طاقة شمسية، حاجات من دي عايزة تجمع الطاقة الشمسية، تجمع. مين بيجمع؟ المرآة المقعرة، يبقى بتجمع الاشعة الضوئية الساقطة عليها. كشافات الجيب يا صديقي، كشاف الجيب اللي هو موجود في الجيب ده، بتيجي رايح الاشعه بتاعته بيحصل لها ايه؟ الاشعه طبعا لما بتيجي رايح مايل كده تقدر تشوف الحاجه اللي قدامك، بتنعكس الاشعه الضوئيه يا صديقي على الحاجه وتسقط عليك يا صديقي. طبعا احنا هنا عندنا الطياره، اكيد مش الطياره نفسها يا صديقي، ولكن المطار نفسه يا صديقي عايزين ننوره، وبرده نفس الكلام في السفن. فاحنا عندنا حاجه اسمها فنارات السفن المطارات، يبقى المطار وفنارات السفن. انت دلوقتي محتاج تنور الطريق للسفن، ومحتاج تروق الطريق عشان السفن هنا ترسى كده على الشط او على البحر، على المكان اللي هو المرسى. وفي نفس الوقت برضو الطياره هتطلع او تهبط، فبتطلع بالليل او تهبط بالليل، فعايزه تشوف الطريق اللي هتمشي فيه. يبقى ممر لمسارات السفن ماشي كده، اللي هو المسار بتاع الطياره، او الايه، الركنه بتاعت السفينه، الركنه او المرسى بتاعت السفينه. طيب كده احنا خلصنا المرآة المقعرة، ندخل على المرآة المحدبة. طبعا يا صديقي المرآة المحدبة، بص هفهمك حاجة. المرآة المقعرة بتبقى كده، فهي بتلم الدنيا، فبقول حتى عليها مجمعه او لمه، فتلم الدنيا. فانت بتشوف بقى الاسنان، بدل ما تجيب لك حته كبيره، لا انت بتجيب لك على السنه اللي انت عايزها بس. حلو. نفس الكلام كشاف الجيب، ما بيجيبلكش الدنيا كلها، هو جايب لك على المنطقه دي بس، الحته دي بس. حلو. انت بقى عايز حاجه تجيب مكان كبير، فانت عايز تبقى قاعد كده، تلاقي اللي هم الديزاينر، او تلاقي اللي هم شغالين في حاجات معينه، زي مين مثلا؟ زي مثلا الجرافيك ديزاين والحاجات دي كلها، عايز يشوف كل حاجه، فيعمل ايه؟ تلاقي الشاشه مش مستطيله كده، تلاقيه جايبها لك بكيرف كده. ليه كيرف كده؟ عشان تجمع الدنيا كلها قدامه كده. تلاقيه بيبص كده، مش بقى بيبص كده، هي مجمعه الدنيا قدام عينيه، ده شايف ده، وهو كده هو شايف ده وشايف اللي قدامه ده. حلو. تيجي بقى على المفرقه، هي بص بتجيب مكان كبير، يعني هي هنا كده، فتلاقيها جايبه لك الاوضه دي كده بالشكل ده كده. انت عايز حاجه بقى تجيب كل ده، مش حاجه تجيب دول بس وتسيب دول، لا انت عايز حاجه تجيب كل دول، فانت عايز واحده محدبه. فالمحدبه زي المرايه بتاعت العربيه، بتجيب الطريق كله وراك. طب لو كانت مقعره هتجيب جزء بس من الطريق، يعني انا واقف هنا اهو، فالشاشه دي بتجيب جزء مثلا من هنا لهنا.
طيب المرآة المقعرة هتجيب بس الجزء الحيطة دي بس، الحيطة دي بس كلها. طب المحدبة بتجيب كل ده، الجدار ده والجدار ده من اوله، وتجيب الجدار اللي قدامه، يبقى بتجيب كل ده، لان هي بتلم يعني هي مفرقة فبتجيب كل الحاجات اللي جايه دي كلها، المنطقة دي كلها. حلو، فدي احلى، يعني ديت صورة معتدلة مصغرة للطريق بالمرآة المحدبة. فاكر لما كنت بقول لك مصغرة كنت بقول لك تقديرية ولا حقيقية؟ تقديرية. معتدلة ولا مقلوبة؟ لا كانت معتدلة. نفس الكلام ده كده عشان يجيب الطريق من حواليك اكبر قدر للطريق. الحاجة اللي بعد كده اخر حاجه، او يعني من الحاجات اللي هي موجوده، انت عندك طريق اهوت يا صديقي، فالطريق ده اهوت فيه مشاكل وطبعا فيه حوادث وحاجات من دي لان طريق دائري، فانت عايز تجيب الطريق تكشف الطريق ده كله يا صديقي علشان تقلل الحوادث اللي ممكن تحصل في الطريق ده. طب ما هو نفس الكلام برضو هنا يا صديقي، وانا تعبت صراحه يعني. نفس الكلام هنا لو انت جيت في الجراجات، فالجراج ده يا صديقي عشان تقدر تركن اصطفاف العربيات، فعشان تقدر تركن فانت محتاج ايه؟ فانت محتاج المرآة تكون مرآة محدبة عشان تجيب الطريق من خلفك. نفس الكلام بنحط في محطات القطارات والمترو والحاجات دي كلها. طبعا هو بيقفل العربيه، بيفتح ويقفل، فمستحيل يقفل وفي حد واقف او في حد راكب، صح؟ فهو لازم يبقى فيه قدام كل عربيه، هو بيركن في اماكن مظبوطه، فيبقى فيه قدام كده قريب من كل باب يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه مرآة علشان يقدر يجيب الكيرف ده كله، يقدر يجيب الباب ده. هيجيبه ازاي وهو برده في اخر العربيه يقدر يشوفه؟ هيعمل الكلام ده ازاي؟ لازم تكون محدبه عشان تجيب كل العربيات علشان يقفل الباب وقت ما يعني لما يجي يقفل الباب كده محدش بيكون بيركب القطر يا صديقي. حلو قوي كده. اخر حاجه معانا في المولات، في الاماكن المفتوحه علشان نزود التامين بتاع الاماكن المفتوحه يا صديقي. وفاضل صفحه واحده، الاماكن اللي بتحتاج تامين عالي. قال لك ليه بقى ما بتستخدمش المرآة؟ ليه ما بتستخدمش المرآة المقعره بدلا من المحدبه؟ فين المرآة المقعره؟ ايوه، وضع مرآة مستويه، بلاش مقعره، مستويه، لان المستويه هتجيب لك كده بالظبط كده، صح؟ هتجيب لك كده بس، المستوي هتجيب لك ده بس كده، فهتجيب لك صوره صغنونه. انما انت عايز محدبه عشان تلم كل ده بقى، تلم لك كل المنطقه دي، فتقدر تجيب مساحه اكبر انك تقدر تشوف الطريق من ايه؟ من خلفك. انما دي طبعا مش هتقدر تشوف فيها الطريق من خلفك بشكل كويس يا صديقي. وبس كده يا صديقي، الحمد لله، اللهم لك الحمد يعني يا صديقي، خلصنا المحاضره دي على خير باذن الله تعالى. واتمنى تكون يعني فهمت، استفدت، استمتعت، الدنيا زي الفل بالنسبه لك يا صديقي. طبعا اكيد باين على صوتي وباين على شكل التعب، فاتمنى يا صديقي لو انت استفدت من المحاضره دي ما تنساش رجاء يعني تشارها لكل زمايلك، لكل اخواتك، لكل حبايبك. قول لكل زمايلك بقى في المدرسه، في الدرس، في كل مكان يا صديقي. شير بقى واتساب، فيسبوك، اي مكان يا صديقي. لو تعرف يعني من البوتاجاز تشير يا صديقي، تمام، علشان كل زمايلك يستفادوا من المحاضرة دي يا صديقي. متنساش كومنت، لايك على الفيديو. وبس كده يا صديقي، دمتم بخير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام يا صديقي.